الحكايه بتبدا مع حفيد الساحر العظيم رومبورج، قائد الكتيبه السبعه من جيش ملك الشياطين والمدعو بايك. الحرب بتبقى على اشدها من جيش البشر وجيش الشياطين بقياده بطلنا ايك على حصن ارسنام. المساعد بتاعه بيجيله بيقول له ان المعركه ماشيه لصالحهم، وده كله بفضل الالات الجديده اللي هو اخترعها واداها للجوبلين. وفعلا الشياطين بيبداوا في محاصره القلعه واختراق دفاعاتها، وبقى من الواضح ان كلها دقايق وهيحتلوا الحصن. وعلى الناحيه الثانيه بقى قائد الفرسان بيبقى جوه قلعته وبيشاهد سقوط مدينته. ايك بيظهر من وراه بيقول له قدامك 3 خيارات، الاول انك تستسلم وتسلم لنا كل اراضيك من سكات، الثاني انك تقتل نفسك بنفسك كفارس عنده شرف، اما الثالث انك تهرب في خلال ما انا بستمتع من المنظر من الشباك وهعمل نفسي مش واخد بالي. الفارس بيتفاجئ بيقول له غريبه، اول مره اشوف شيطان وعنده رحمه، بس للاسف فانا بختار الخيار الرابع. وكالعاده بيختار اغبى خيار فيهم وبيهجم عليه. ايك ساعتها بيمسك عصايته وبضربه سحريه بيفقده الوعي. المساعد بتاعه بعدها بيوصل وايك بيأمره يعالجه هو وباقي الجنود اللي استسلموا معاه. وبنشوف ان بيكون في بنت عماله بتراقبه وبتبقى متفاجئه انه قدر يستولى على حصن ارسنام المنيع بكتيبه واحده وفي خلال اسبوع واحد. بتقول في نفسها زي ما انا توقعت عنده الامكانيات. نرجع بقى لايكو اللي بيستخدم سحر وبيكون حاجه السحر حوالين الاوضه بيعزله عن باقي العالم. يروح يبص من الشباك وبيبقى حاسس بالذنب من جواه لانه تسبب بمقتل عدد كبير من الناس. بيقلع القناع وبيقول في نفسه عمري ابدا ما هيتعود على منظر الدم والحرب. والمفاجاه انه بيطلع بشر مش شيطان. بيبدا يحكي لنا قصته وبنعرف انه معلمه كان هو الساحر العبقري رومبورج، واحد من اعظم واشهر السحره في جيش الشياطين، وهو الشخص الوحيد اللي كان يعرف كل حاجه عن الحضاره المتقدمه اللي كانت موجوده في العالم ده. رومبورج اخده ورباه على الرغم انه كان بشري ونقل ليه كل المعرفه والسحر اللي هو كان بيمتلكهم، ولكن وقبل ما يموت قال له انه لازم ما يتكلمش عن الحضاره المتقدمه قدام اي حد، وده لانها هتجلب الخراب للعالم كله. وحذره كمان انه ما يقلعش القناع والرداء دول مهما حصل، فسيد الشياطين مش هيسامحه ابدا لو عرف انه بشري. نرجع بقى للحاضر، بنشوف ايكو وهو قاعد يقول ان مفيش حد يقدر يدخل على الاوضه دي من غير اذنه طول ما هو مفعل الحاجز، ولكنه في الوقت ده بيتفاجئ ببنت كانت مستخبيه تحت الترابيزه، والمصيبه انها شافت وشه. البنت بتترجاه بتقول له ابوس ايدك ما تقتلنيش، اعتبرني ما شفتش حاجه وسيبني عايشه، ولكنه في خلال ما هي بتتكلم دماغها بتخبط في السقف وبيغمى عليها. ايكو بيقول انا عايز اعيط، بقالي 20 سنه مخبي هويتي وفي الاخر تتكشف بالطريقه دي. في الوقت ده المساعد بتاعه بيخبط عليه وبيعرفه انهم انتهوا من الاستيلاء على القلعه. بيخرجوا يتمشوا والمساعد بيقول له بس مش شايف يا ريس انك بتسيب بشر كتير عايشين؟ ايكو بيقول له ما تقلقش، ملك الشياطين الجديد ما بيهتمش بحاجه غير النتائج وبس. المساعد بيقول له بس يا ريس باقي القاده بيقولوا ان مفيش مشكله لو نخلص على كل الناس ونولع في المدينه. ايكو بيقول له يا غبي، ولو قتلناهم مين هيدفع لنا ضرايبنا؟ ده غير ان ارسنام مدينه تجاريه، مين اللي هيتاجر لو مفيش حد فضل عايش في المدينه؟ في الوقت ده بيلاقوا مجموعه من السكان متجمعين وعايزين يتكلموا مع ايك. بيقولوا له هو احنا المفروض ندفع ضرايب قد ايه بالظبط؟ بيقول لهم نفس اللي كنتوا بتدفعوه قبل كده. السكان ساعتها بيفرحوا وقلبهم بيطمن، ولكن ايك بيحذرهم وبيقول لهم ان اي حد هيعرض جيش ملك الشياطين هيتعرض للعقاب ايا كان هو مين. اظن الكلام واضح. في اللحظه دي التعويذه السحريه بتتفاعل حوالين ايكو بيختفي من قدامهم، بيلاقي نفسه في مكان مظلم وقدامه جلم حجري. الجلم بيهجم عليه ولكن ايك بيتفاداه باعجوبه. بيعرف ان اللي ورا ده هي القائده بتاعته. بيقول لها مش كل مره، انت وعدتيني انك مش هتستدعيني بالطريقه دي مره ثانيه. وبتطلع هي نفس البنت اللي شفناها من شويه. ايك وقتها بيستدعي عصايته السحريه بضربه اسطوريه بيدمر الجلم بسهوله. بتقول له مين كان يتوقع ان الطفل الصغير اللي كان بيستخبى ورا جده هيصبح بالقوه دي كلها؟ والبنت ده صديقه تبقى هي قائده الفيلق السابع من جيش ملك الشياطين وبتدعى سفيرو. تبقى قائده ايك المباشره وفي نفس الوقت هي الشيطانه الوحيده اللي عارفه حقيقته انه بشري. ايك بيقول لها يا ريت في المره الجايه تبقي تبعتي لي رساله وصدقيني هاجي على طول. بتقول له وقتها الموضوع مش هيكون ممتع. بيقعدوا يتكلموا. ايك بيقول لها اعتقد ان سبب استدعاء المفاجئ بيخص مدينه ارسنام مش كده؟ انا لسه كنت على وشك اني ابلغك بالوضع، ولكنها بتقول له ان مفيش داعي وده لان اتباعها قالوا لها على كل حاجه. ايك بيقول لها غريبه، امال ليه استدعيتيني؟ سفيرو ساعتها بتضحك وبتقول له افرح يا عم، سيد الشياطين بنفسه عايز يقابلك، غالبا انت اول قائد كتيبه يحصل على الشرف ده. ايك ساعتها بيتصدم وبيقول لها اشمعنى انا؟ بتقول له ما اعرفش، ممكن تكون ابهرته لانك قدرت تستولي على ارسنام في خلال اسبوع واحد بس. عموما يلا بينا، هاخدك بنفسي على قلعه ملك الشياطين. وفعلا ايك بيحط ايده على كتفها وبينتقلوا عليها. وعلى الناحيه الثانيه البنت اللي شافت هويه ايك بتفوق وبتحاول تخرج ولكنها بتخبط في الحاجز اللي ايك عامله. بتلاقي قدامها طبق كده فيه اكل وعليه رساله مكتوب فيها كل ده وما تتحركيش من هنا، وفعلا بتقعد تاكل ولا في دماغها حاجه. في الوقت ده ايك وسفيرو بيكونوا وصلوا على قلعه ملك الشياطين. ايك بيبقى متوتر من الاجواء وخايف لا يتكشف. بيوصلوا على البوابه وايك بياخد باله ان في حراس. بيقول لها مش الحراس دول هيفتشوني؟ طب ما انا كده هتفضح، اكيد هيشيلوا قناعي. بتقول له ما تخافش، سيب الموضوع ده عليا. بتستعمل عليه سحر كده بتخلي الحارس يشوفه سحر بآلة قويه ومرعبه. بيقول له هو ده المتوقع من حفيد الساحر العبقري، مش محتاجين نفتشك. وفعلا بيعدوا من التفتيش من غير اي مشاكل وبيدخلوا على القلعه. ايك بيلاحظ ان القلعه
معركه حرفيا والممرات فيها طويله جدا، وده راجع لان القلعه دي تم بنائها علشان تستعرض قوه وهيبه ملك الشياطين. بيفضلوا ماشيين لحد ما اخيرا بيوصلوا على غرفه ملك الشياطين، وسيفيرو بتقول له استناني هنا هروح اتكلم مع اول وبعدها هناديلك، وبتدخل وبتسيبه. وفي خلال ما ايك واقف بيبدا يفتكر في انجازات ملك الشياطين، بيقول في نفسه سيد الشياطين الحالي قدر يقلب موازين الحرب ضد البشريه ومنح الشياطين اليد العليا بمعركه واحده بس. الشائعات بتقول انه ما بيرحمش وبيقتل اي شخص شايفه غير كفء سواء كان صديق او عدو، ولكن في المقابل لو لقى اي حاجه لها قيمه هيستغلها كويس حتى لو هتحتاج لمجهود. من الاخر كل اللي يفرق معاه هي القدره وبس. وبالطريقه دي قدروا انه يحدث ثوره في جيش الشياطين اللي في الاصل بيتولدوا برغبه انانيه وحب كبير للذات، وده اللي بيخليهم يرفضوا فكره التعاون وكانوا دايما في قتال دائم مع بعض. ولكن سيد الشياطين الحالي هو اللي غير كل ده. اخيرا اجى الوقت اللي هيقابل فيه القائد الاعلى لجيش ملك الشياطين. في الوقت ده سفيرو بتنادى عليه وبتسمح له يدخل، وفعلا بيدخل وملك الشياطين بيقول له ارفع راسك انت بقى ايك قائد الكتيبه السبعه. وفعلا ايك بيرفعها وبيتفاجئ ان ملك الشياطين بيطلع اساسا بنت. بتقول له اهلا بيك في قلعتي، انا سمعت انك اسقطت مدينه ارسنال في اسبوع واحد بس. بيقول لها انا عملت اللي اتطلب مني مش اكتر، كل الفضل راجع للقائده سفيرو. الملكه ساعتها بتستغرب وبتقول له شيطان متواضع انت زي ما تكون بشري. سفيرو وقتها بتتدخل وبتقول لها ان ده يبقى حفيد الساحر رومبورج، الشخص اللي كانوا بيلقبوه بحارس الجحيم. ملكه الشياطين بتقول لها علشان كده اكيد عنده افكار كبيره زي جده، علشان كده ما قتلش الناس وما عدمش حتى القائد. ايكي في اللحظه دي بدا يحس بالندم لانه ما سمعش كلام المساعد بتاعه وعدم القائد قدام الكل. بيقول لها لو تسمحي لي فانا عايز اقول حاجه، البشر ممكن يخافوا من الرعب ولكن عمرهم ما هيطيعوه، والتاريخ الماضي اثبت لنا كده. لو جينا نقارن بين انتاجيه المدن اللي تم فيها اعدام القائد بالمدن اللي سيبنا فيها القائد في السلطه هيتضح لنا ايه الافضل للجيش بتاعنا. بتقول له يا ترى ده راي رومبورج برضه؟ بيقول لها ايوه. بيفضلوا يتبادلوا الكلمات مع بعض، وفي خلال كده ايكي بيكون ادرك حاجه بخصوص ملكه الشياطين، ادرك من خلال كلامها ان هي كمان تعرف عن الحضاره القديمه زي رومبورج بالظبط، والمعرفه دي هي اللي قادتها لانها تعمل ثوره في جيش الشياطين. في اللحظه دي الملكه بتنتقل فوريا اللي عنده وبتقول له انت فعلا مختلف عن بقيه الشياطين، في المره الجايه عايز اشوف وشك الحقيقي اللي ورا القناع، وبرضه مستنيه اشوف منك نتائج كويسه، اشتغل كويس يا ايك. وبتسيبه وبتمشي، وبعد ما بتمشي ايك بيبدا ياخد انفاسه بصعوبه. الواد يعني كان هيموت من الخوف. سيفيرو بتقول له اول مره اشوفك متوتر قوي كده. بيقول لها نعم انا لابس قناع يخوف بس انا قلبي ضعيف، ده غير انها عرفت ان ده مجرد قناع. بتقول له احمد ربنا انها ما عرفتش انك بشري. عموما ملكه الشياطين منحتك مكافاه، ده لو احنا اساسا نقدر نعتبرها مكافاه، بالنسبه لي هي اقرب لعقاب. وعلى الغروب ايك بيرجع على مدينه ارسنال وبيلاقي الطبق اللي كان سايبه فاضي والبنت في سابع نومه. بيصحى من النوم والبنت اول ما بتفوق بتنزل على الارض وبتقول له ارجوك ما تقتلنيش، هعمل لك اي حاجه بس ما تقتلنيش. ايك بيقول لها يا ست اهدي مش هقتلك. بيسالها عن اسمها والبنت بتقول له ان اسمها هو 13. ففي العالم ده العبيد بيشار ليهم بارقام بدل الاسامي، ولكنها بتقول له انه يقدر ينادي لها ساتي زي ما امها كانت بتعمل. ايك بيقول لها للاسف يا ساتي مش هقدر اسيبك في حالك بعد ما عرفت اني بشري، علشان كده من هنا ورايح فانت هتكوني الخادمه بتاعتي، مالكيش الحق انك ترفضي والا هقتلك. ولكن قبل ما يكملها البنت بتلزق فيه وبتقول له انها متحمسه للشغل معاه. وجوه مدينه ايفالياز اللي بتبعد عن ارسنال في الجنوب ايك بيجمع جيشه فيها والمساعد بتاعه بيهنيه بمناسبه انه بقى الحاكم الجديد عليها، وبنعرف ان هو ده العقاب اللي سيفيرو كانت بتتكلم عنه. بيقول لها اشمعنى ايفالياز؟ بتقول له علشان ايفالياز تبقى ابعد من ارسنال وواقعه على الحدود، وده معناه انك من هنا ورايح هتكون في الصفوف الاماميه للحرب. ايفالياز مدينه صغيره ولكنها مهمه جدا للجيش بتاعنا، ومهمتك انك تدافع عنها وتحصل ضعف الضرائب اللي كنا بنحصله منها. ايك بتخض وبيقول لها ضعف الضرائب في نص ما الحرب شغاله، اعملها ازاي دي؟ بتقول له لو مش عاجبك هخليهم 3 اضعاف. نرجع بقى لمدينه ايفالياز وبنشوف انها بتبقى متدمره حرفيا، وده لان القائده سيفيرو هي اللي كانت مسؤوله عن الاستيلاء عليها، وكعادتها بتكون استخدمت كل سحرها ودمرتها بالكامل من غير ما تفكر ايه اللي بيجي بعد المعركه. ايك بيجمع الجيش وبيقول لجيرون هنبدا اول حاجه بسلاح الجدران. بيقول له تمام بس نظرا لحالتها فالموضوع هيحتاج ل6 شهور. ايك بيقول ما ينفعش، 6 شهور مده كبيره، مستحيل القلعه ما تتعرضش للهجوم طول المده دي كلها. هل المفروض اتخلى عنها واركز على حاجه تانية؟ بس لا، من غير الجدران مش هنصمد دقيقه واحده لو تعرضنا للهجوم، احنا لازم نصلح الجدران. ساعتها بتيجي في باله فكره وبيقول له هنعملها في شهر واحد يا جيرون، بس مش هنعتمد على القوه البشريه لوحدها. وهيتاري ان خطته هي انه هيستعين بالبشر والشياطين ويخليهم يتعاونوا مع بعض في اصلاح الجدران. وفعلا بيبدا في تنفيذ خطته وبيخلي الاعمال اللي بتحتاج لمجهود بدني كبير للشياطين والاعمال اللي بتحتاج لتنظيم وتخطيط للبشر. بيقسم العمال ل3 مجموعات وبيخلي كل مجموعه تشتغل في شيفت مكون من 8 ساعات، وبالطريقه دي هيقدروا انهم يشتغلوا 24 ساعه متواصلين في خلال اليوم على اصلاح الجدران، وبكده هيبقوا حلوا مشكله العماله والوقت. ده غير انه كمان بيقرر يدفع لهم مقابل شغلهم، وده علشان يرفع من معنوياتهم ويحمسهم. وفعلا بنشوف البشر والشياطين هم بيتعاونوا مع بعض في اصلاح المدينه في مشهد هو الاول من نوعه. المساعد بيبقى في قمه الدهشه وده لان دي اول مره يشوف حاجه زي كده. بيقول في نفسه الراجل ده عبقري. دلوقتي بس عرفت ليه البعض بيقول عنه انه اذكى قائد في جيش سيد الشياطين، انا كنت صح لما قررت اخدم الراجل ده. بيبقى في صخره كده لازقه في الارض ومحدش قادر يرفعها، ايكي ساعتها بيتدخل وباستخدام السحر بيمحيها من الوجود. وعلى الناحيه الثانيه الحرب بتبقى شغاله بمملكه روزاريا وجيش ملك الشياطين. السحرة بيحاولوا يتصدوا ليهم بسحر النار، ولكن واحد من العمالقه بيمسك صخره كبيره وبيكسر بيها السور. في اللحظه دي بقى الجيش بيقتحموا المدينه وبيبداوا يقتلوا في الفرسان. الخبر بيوصل لملك الشياطين بان الحرب مع مملكه روزاريا ماشيه لصالحهم، ولكن في مشكله،
فيها، فيبدو كده انهم بيشكلوا تحالف مع جيرانهم علشان يحاولوا يقلبوا مجرى المعركه لصالحهم. ملكه الشياطين بتقول له البشر بيتعاونوا مع بعض لما يكون في خطر مشترك عليهم، شكل كده هستعين بيه في المهمه دي. وجوه مملكه روزاريا بيتم استدعاء قائده فرسان الورده البيضاء واللي بتدعى اليستير. قائد الجيش بيقول لها انت اكيد عارفه انا ليه استدعيتك هنا. بتقول له عايزنا نسترجع لك ايفالياس مش كده؟ بيقول لها لازم تستعيديها مهما حصل، ما ينفعش نسيب باقي الدول تستغلنا اكتر من كده. اليستير بتقول له اوامرك وبتروح تتجهز للمعركه. وعلى الناحيه الثانيه سيتي بتكون تسللت على المملكه قدام واحده من الالعاب اللي في السوق. الراجل بيقول لهم مفيش اسهل من اللعبه دي، كل اللي عليك انك تخمن الكره موجوده تحت انهي كوم من الاكواب ووقتها هتفوز. وفعلا بيبدا يلخبطهم وبيقول لهم يلا اختاروا. سيتي لسه هتختار ولكن في الوقت ده عاوزه تريح بتطير الاكواب وبتفضح الراجل وغشه. بيقولوا له بقى انت كنت بتغشنا، وبيعملوا منه بطاطس محمره. ايكي بيشدها من قفاها وبيقول لها اغفل عنك دقيقه ولكن مشاركه في لعبه. بتاخد بالها انه لابس لبس عادي وايكي بيقول لها احنا جايين هنا علشان نستطلع العدو، ما ينفعش البس حاجه تلفت الانتباه. بيبداوا يتمشوا في المكان على امل يلاقوا اي معلومه مفيده، وفي خلال كده ايكي بياخد باله ان الجنود بيبقوا مستعجلين وماشيين في صفوف منظمه زي ما يكونوا بيتجهزوا المعركه. بيقول في نفسه يبدو كده ان الاشاعات عن تشكل تحالف الملوك كانت صح. ساعتها بتقول له يطلع ايه تحالف الملوك ده؟ بيقول لها عباره عن تحالف قديم بتتحد فيه معظم الدول عند مواجهتهم لخطر كبير بغض النظر عن مصالحهم الخاصه. يعني من الاخر لما جيش الشياطين بيهاجم كل الدول بتتحد مع بعضها علشان يتصدوا ليه. التحالف اتشكل 3 مرات قبل كده، وفي الثلاثه جيش الشياطين كان دايما بيتهزم وبيتم طرده لقلعه ملك الشياطين. سيتي بتبقى قلقانه وايكي بيقول لها انت خايفه ليه؟ لو جيش الشياطين اتهزم في وقتها هتبقى حره. بتقول له في المجتمع البشري ابن العبد بيفضل عبد لباقي حياته، لو انت اتخليت عني هينتهي بيا الوضع في السجن زي الاطفال اللي هناك دول. ايكي بيقول لها ما تقلقيش، سيد الشياطين الحالي هو الاقوى والاذكى على مدار التاريخ، مش هيتهزم بالسهوله دي. بييجوا يمشوا ولكن في الوقت ده الراجل اللي ايكي كشف غشه وبيوصل ومعاه راجل ضخم. بيقول له انت اللي نفذت الخدعه من شويه وطيرت اكوابي صح؟ هدفعك ثمن اللي انت عملته. ايكي ساعتها بيبص حواليه وبيقول له حلو، مفيش حد موجود حوالينا. بيستخدم سحره وفي ثواني بيجمد الراجل الضخم في مكانه، بيكون مئات من البلورات الجليديه وبيقول له انا عندي ليك سؤال، الجيش بيعمل ايه في المدينه؟ انا لاحظت ان الجنود مستعجلين. التاني لسه يقول له ما اعرفش ولكن ايكي بيغرس واحده فيهم في كتفه. بيقول له خلاص افتكرت، في اشاعات منتشره عن انهم قاموا بتشكيل تحالف الملوك علشان يقاتلوا الشياطين، ولكن جيش روزاريا بيطمح لانه يوجه ضربه قويه لجيش سيد الشياطين قبل ما التحالف يتفعل، وده علشان يحصلوا على المجد لمملكتهم. ده غير انه هيديهم افضليه وهيزود نفوذهم بعد الحرب. بيقول له بعدين تفتكر هيهاجموا فين؟ التاني بيقول له مفيش غير مكان واحد بس، مدينه ايفالياس، فبيقال ان بوابتها في حاله فوضى ومش محميه كويس. ايكي بيقول له شكرا على المعلومات وبعدها بيسيبه ويمشي من غير ما يلغي سحره. بيرجع بعدها على ايفالياس علشان يتجهز للمعركه ويحط خطه. في الوقت ده بتدخل على واحده من المساعدين بتوعه وبتدعى ليليس. بتقول له انت كنت غايب فين طول المده دي؟ وبعدين مين البنت اللي معاك دي؟ بيقول لها انه كان بيستكشف روزاريا وبفضل كده قدروا انه يلاقي معلومه مهمه، ولكن ليليس ما بتبقاش مركزه معاه بتروح تتخانق مع ساتي. تقول له بقى المعفنه دي الخادمه بتاعتك، طب ليه ما اخترتنيش انا؟ والاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض على مين فيهم الانسب ليه. وبره المدينه بنشوف فرسان الورده البيضاء وهم متاهبين وبيستعدوا للهجوم. بيلاحظوا ان المكان هادي زياده عن اللزوم ومفيش اي حراس موجودين على البوابات. بيخمنوا ان ده لانهم استخدموا كل جنودهم علشان يحاولوا يصلحوا الجدران بسرعه. وفعلا قائده فرسان الورده البيضاء بتتجاهل الموضوع وبتامرهم بالهجوم، ولكن في الوقت ده بيتفاجئوا بجيش من الهياكل العظميه خارج لهم من تحت الارض وبيهجم عليهم. ومش بس كده، ده كمان بيتهاجموا بالاسهم من على الجبل، وفريقين من الجبلن والعمالقه بيبداوا في محاصرتهم من جميع الاتجاهات. قائده الفرسان ساعتها بتعرف انهم وقعوا في كمين وبتؤمر الجيش بالانسحاب. ايكي بيبقى عمال يتفرج من فوق القلعه وبيقول قرار ذكي من القائد بتاعهم. جيروم بيقول له لولا التجسس بتاعك ما كناش هنقدر نتنبه بالهجوم ده، ولكن في الوقت ده بيحصل اللي محدش كان متوقعه. من جوه القلعه شخص غريب بيمسك سهم وبيرميه على ايك، وفعلا السهم بيصيبه وايكو بيسقط وهو مصاب وبيغمى عليه. وعلى الناحيه الثانيه بيوصل خبر هزيمه قائده فرسان الورده البيضاء من جيش ملك الشياطين. قائد الجيش ساعتها بيتعصب وبيمر بحبس اليستير قائده الفرسان. الثاني بيقول له بس دي من اقوى الجنرالات في دولتنا، حبسها هيأثر على معنويات الجنود. بيقول له ما يهمنيش، لازم تتحمل مسؤوليه فشلها، ولا عايز نقول ايه للملك؟ الفارس ما بيلاقيش قدامه حل غير انه ينفذ الاوامر. نرجع بقى لايكو اللي بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه على السرير واصاباته كلها اتعالجت. بتدخل عليه القائده سيفيرو وبتعرفه ان بعد ما هو اتعرض للاصابه جيرون جابه على هنا وهي اللي عالجت اصاباته. بتقول له انا عرفت ان مفيش ولا بشري مات في خلال المعركه دي، مش قلقان لملكه الشياطين تشك فيك. بيقول لها انا هدفي ان الاقي طريقه تخلي البشر والشياطين يتعايشوا مع بعض، وده عمره ما هيتغير. سيفيرو بتقول له براحتك، عموما حاول ما تتحركش كتير، فحتى لو الجرح التئم فانت برضه مجرد بشري. وبتاخد بعضها وبتمشي. وبعد ما بتمشي ايكي بيبقى عمال يفكر في اللي حصل. بيفتكر ان السهم اللي اتضرب عليه كان من جوه القلعه، معقول يكون في حد اتسلل على المدينه؟ في الوقت ده بيدخل عليه كل من ساتي وليليس، وايكي بيلبس قناعه بسرعه. بيقولوا له انهم كانوا قلقانين عليه لا يكون حصل له حاجه، وايكي بيطمنهم ان كل حاجه تمام. ومن تاني غيره بتشتغل والاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض. جيرون ساعتها بيوصل وبيرمي ليليس بره الاوضه. اي نعم خنزير بس بيفهم والله. ايكي بيروح يتكلم معاه وبيقول له عايزك تعرف لي مكان قائده فرسان الورده البيضاء. جيرون بيقول له امرك. وبعد شويه بنشوف ايكي وليليس هم في طريقهم وبيوصلوا على السجن اللي اليستير محبوسه فيه. ايكي بيقول لها انا مش فاكر ان طلبت منك تيجي معايا يا ليليس، انا عايز اتكلم مع قائده الفرسان شويه بس مش اكتر. بتقول له ما ينفعش اسيبك تروح على مكان خطير زي ده لوحدك. بيقول لها ما دام هتيجي معايا يبقى ما تعمليش اي صوت.
وفعلا بيوصلوا على البوابه وايك بيقول لها عايزين ندخل بسلام ونتجنب اي ضوضاء، ولكن وقبل ما يكملها ليليس بتكون خلصت على الحراس وافقدتهم الوعي. بيدخلوا على السجن والمكان بيبقى كبير جدا لدرجه انهم يحتاجوا لوقت طويل عما يلاقوا الزنزانه. ليليس بتقول له ما تقلقش الحل عندي. بتروح تضرب واحد من الحراس وبتعرف منه ان اليستير موجوده في الطابق العلوي. ايك بيبقى هيتشل ولكن ما قداموش اي حل غير انه يستحملها. بيكملوا طريقهم ولكن في الوقت ده الحراس بيكونوا عثروا عليهم. ليليس ساعتها بتديله المفاتيح وبتقول له سبان انت وانا شويه وهحصلك. ايك بيقول لها لاخر مره هقول لك حاولي ما تستخدميش العنف. بتقول له بس كده عينيا. وهو ماشي بيسمع صوت الحراس وهم بيستنجدوا طلبا للمساعده ولكنه بيعمل نفسه ما شافش حاجه. بيوصل على الزنزانه المقصوده وبيطلع المفاتيح وبيدخل. بيلاقي الاوضه فاضيه ومفيش حد جواها. في الوقت ده اليستير بتيجي من وراه وبتحاول تطعنه. بتفضل تهاجمه وايك بتفادى في كل ضرباتها بسهوله وبعدها بضربه واحده بيوقعها على الارض. اليستير بتقول له ايه اللي جاب شيطان زيك على هنا؟ جاي تتريق عليا علشان خسرت صح؟ بيقول لها انا عايز اسالك سؤال واحد بس، في خلال معركتنا انا وانت هل انت بعت قاتل علشان يقتلني؟ اليستير ساعتها بتستغرب من طريقه كلامه وبتقول له هو انت فعلا شيطان؟ في الوقت ده بقى الحراس بيصوروا على المكان واليستير بتحط السكينه على رقبته. بتقول له ما تحاولش تتحرك ولا هقتلك، جاوبني انت بشري ولا شيطان؟ ولكن ايك بيستخدم سحر الزمن وفجاه كل حاجه من حواليه بقت بطيئه. اليستير والحراس بيتصدموا ومحدش فيهم عارف يتحرك. بيقول لهم انا ضعفت من حواسكم علشان كده احساسكم بالزمن هيقل. بيروح على اتنين من الحراس وبيقول لهم ما تتحركوش لمصلحتكم. بيستخدم عليهم سحر الرياح وبيطيرهم اخر السجن، ولكن في اللحظه دي بيجي من وراه فارس ضخم وبيهجم عليه. ايك بيتفاداه وبيستعمل عليه سحر الجاذبيه. الارض من تحت بتتكسر وفارس بيسقط من الارتفاع ده، ولكن قبل ما يلمس الارض ايك بينقذه بسحر الرياح. اليستير بتبقى مستغربه لانه انقذ الحارس، ولكن في الوقت ده الارضيه من تحتها هي كمان بتتكسر وبتقع من عليها. ولكن المفاجاه ان ايك بينط من وراها وبينقذها. اليستير ما بتكونش فاهمه. بتقول له انت ليه عملت كده؟ بيقول لها انا لحد دلوقتي لسه ما عرفتكيش عن نفسي. اسمي هو ايك وبقى قائد الكتيبه السبعه من جيش ملك الشياطين. انت سالتني من شويه اذا كنت بشري ولا لا. انا قائد في جيش الشياطين، مستحيل اكون بشري. ودلوقتي اسالك للمره الثانيه، هل انت اللي بعت ورايا قاتل علشان يقتلني؟ اليستير ساعتها بترفض انها تجاوبه وبتقول له ما عنديش حاجه اقولها لشيطان زيك، لو هتقتلني فيلا اعملها بسرعه. ايك ساعتها بيقرب منها وبيستعمل عليها مهاره قراءه العقل وفعلا بيقدر يعرف الحقيقه. ليليس بتوصل وبتقول له انها انتهت من الحراس. بيقول لها وانا كمان عرفت اللي انا كنت عايز اعرفه، يلا بينا من هنا. اليستير بتنادي عليه وتقول له هتمشي بالسهوله دي؟ انت جيت علشان تضحك على هزيمتي وتتريق عليا صح؟ بيقول لها ما تقلقيش ما كانش في نيتي اي حاجه، ده غير ان انا عرفت ان انت مالكيش اي علاقه بمحاوله الاغتيال. اليستير بتتصدم وبتقول له بس انا ما جاوبتكش على حاجه. بيقول لها انت افكارك كانت صافيه، معنى كده انك مش مخبيه حاجه. وصحيح انا عارف ان احنا اعداء بس حاولي ما تقصيش على نفسك قوي كده. اعتقد ان المهم هو ايه الحاجه اللي هتعمليها بعد خسارتك. وبعدها بيفتح بابا سحريه وبيغادر المكان. بيرجع على قلعته وستي بترحب برجوعه. بيقول لها افتحي ايدك. بيديها كيس كده مليان حبوب وبيقول لها ان ده اسمه رز. انت عارفه ان مهمتي هي ان اضاعف الضرائب اللي بنحصلها من المدينه، ولحسن الحظ في بالياس تبقى مدينه زراعيه وتربتها خصبه. في الغالب هم بيزرعوا القمح ولكن الرز انتاجيته اعلى بكتير. لو زرعنا الرز فده هيزود من كميه الاكل وبالتالي مش هنحتاج لمزارعين كتير، وفي نفس الوقت لما الناس يلاقوا انهم ما عادش محتاجين للزراعه هيتوجهوا لصناعات تانيه وهيكون عندنا ناس اكتر بتقدم خدمات مختلفه، وكل ده هيؤدي في النهايه لان التجاره تنتعش والمدينه تزدهر وبالتالي هنقدر نحصل ضرايب اكتر. ساتي بقى مخها بيكون ضرب من كميه المعلومات دي وتقول له من الاخر هنزرع الرز صح؟ بيقول لها مظبوط، كل اللي انا عايزه منك انك تحاولي تطبخي الرز ده. بتقول له بس انا ما اعرفش هو بيتطبخ ازاي. بيقول لها انا كمان ما اعرفش، علشان كده هسيب الموضوع عليكي، انا واثق انك هتعرفي يا ساتي. ساتي وقتها بتتحمس وبتقول له انها تعمل كل اللي هي تقدر عليه علشان تساعده. وبعد ما بيخلص بيروح يجمع كل الجيش وبيقول في نفسه السهم اللي اتضرب عليا كان بينتمي لجيش الاعداء، ولكن اليستير ذات نفسها ما كانتش تعرف حاجه عن الموضوع ده. معنى كده ان في حد حاول يهاجمني وكان عايز يلزق التهمه في فرسان الورده البيضاء. ما كنتش عايز اعترف بس يبدو كده ان في جاسوس في جيشي. بيستخدم مهاره قراءه العقل على كل الجنود وفعلا بيقدر يلاقيه، وفي ثانيه واحده بينتقل لعنده وبيقول له انت هتقول لي على كل حاجه. بيروح بعدها للقائده سفيرو وبيعرفها ان الخاين هو نائب القائد العفريت الاعور جيس، ولكن وعلى عكس المتوقع سفيرو ما بتكونش متفاجئه وبتقول له انها كانت متوقعه ده. بيقول لها وبعدين ايه اللي هنعمله؟ جيس ذكي ويعتبر محارب مخضرم. بتقول له هي دي محتاجه هنخليه يدفع الثمن. وفي نفس الوقت ده جيس بيعرف ان هايك اتعافى من اصاباته وراح يقابل القائده سفيرو. بيجي له واحد تاني من اتباعه وبيقول له انهم ما عادش عارفين يتواصلوا مع جاسوسهم اللي في الكتيبه السبعه. جيس ساعتها بيعرف انه اتكشف وبيقرر انه هيجمع جيشه ويهاجم هو الاول، ولكن في الوقت ده بيجي له واحد تاني من اتباعه وبيقول له ان هايك بنفسه وصل وعايز يقابله. وفعلا جيس بيجمع كل جيشه وبيروح يقابله. هايك بيقول له كنت معدي بالصدفه فقلت اجي اشوفك، بس واضح كده انك جبت كل جيشك معاك، هو انت ناوي تبدا حرب ولا ايه؟ جيس بيقول له ما يخصكش، دي منطقتي ومن حق اعمل اللي يعجبني فيها، وبعدين انا سمعت انك اتصبت في اخر معركه بصفتك قائد كتيبه فدي تعتبر اهانه ليك. هايك بيقول له بصراحه معاك حق، كان المفروض اخد حذري اكتر من كده خصوصا لو في احتمال ان يبقى في خونه. جيس بيقول له انت عرفت، بس برضه ايه اللي هتعمله هنا وانت لوحدك؟ قوه جيشي اكتر من ضعف قوه جيشك، ولا انت فاكر انك هتعرف تقاتل كل دول لوحدك؟ تبقى عبيط.
ايكي بيضحك وبيقول له يعني كل جنودك هنا صح. في الوقت ده بيتفاجئوا بنيزك ناري بيترمى عليهم وبيدمر المكان، بس ده مش نيزك لا، سيفيرو بتبقى وصلت وبدات في استعمال سحرها. بتقول له هتدفع ثمن اللي انت عملته غالي جدا يا جيس. النيازك بتبدا تتساقط عليهم واحد ورا الثاني وتقتل في جيش جيس. ايكي بيروح يستخبى وبيقول انا قلت لها هتتسال في هجماتها علشان نعرف نصلح المباني بعدين، كده المدينه كلها هتتدمر. سيفيرو في الوقت ده بتستدعي جيشها وبتقول لهم اجابات التنظيف، ما تسيبوش حد فيهم عايش. جيس بيبقى مستخبي وشايف اللي بيحصل لجنوده. ايكي بيظهر من وراه وبيقول له عندك خيارين، الاول انك تستسلم دلوقتي وعقابك هيكون اهون، او انك تستسلم بعد ما تخسر كل حاجه. ولكن جيس بيرفض وبيطلب من جيشه يهاجموه. بيستغل هو الفرصه وبيطلع يجري، بيلاقي في طريقه جرم عملاق فبيستعمل قنابل دخانيه علشان يشتت رؤيته. بيبقى مجهز طريق هروب سري للحالات اللي زي دي، وفعلا بيفتحه وبيقدر يهرب للغابه. بيقول لها هعتبرك انت اللي فزت المره دي يا سيفيرو، لكن الحرب الحقيقيه لسه هتبدا. ولكن قبل ما يكملها كره نار بتترمى عليه وايكو بيقول له لازم تتعلم امتى تستسلم. وهو بيطلع انه كان حاطط عليه حشره معينه علشان يقدر يتتبعه. بيقول له مفيش فايده من المقاومه يا نائب القائد، استسلم احسن لك. جيس بيقول له مش قائد كتيبه زيك هو اللي هيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. بيحاول يهجم عليه ولكن ايكو بيتصدى ليه بسحره بسهوله. بيقول له هجماتك اضعف من انها تكسر حتى صبعي. بيستخدم عليه سحر الرياح وبيكتفه في الشجره. بيقول له انت طول الفتره دي ما كنتش بتعمل حاجه غير انك بتؤمر اتباعك، اهملت تدريبك وده خلاك ضعيف يا نائب القائد. جيس بيقول له دلوقتي بس فهمت ليه جيش الشياطين بيقدرك قوي كده، انا شايف ان عندك موهبه كبيره، سحرك قوي وكمان ذكي. انا عندي ليك عرض، ما تيجي نسيطر على جيش سيد الشياطين سوا. فكر فيها، احنا طول عمرنا واحنا بنقاتل البشر، ولكن سيد الشياطين الحالي ما بيسمحش بالقتل من غير سبب. في كتير مننا غيرك مش عاجبهم الوضع، علشان كده انضم لينا يا ايكي وخلينا نغير جيش الشياطين سوا. ايكي بيقول له انا برفض. في الوقت ده جيس بيفك ايده وبيرمي عليه سكينه، ولكن ايكي بيتفاداها وبيثبته. بيقول له بقى هو ده اخرك، انت قلت انضم لينا، معنى كده ان في حد بيساعدك صح. في الوقت ده سيفيرو بتوصل وبتبدا تستعمل سحرها عليه. بتقول له انا هخليك تقول هم مين حتى لو اضطريت افجر دماغك. ايكي بيحاول يمنعها ولكنها بتقول ان طريقته بتاخد وقت طويل. ولكن في الوقت ده الاثنين بيتفاجئوا ان جيس اتسمم وبيقع على الارض. ايكي بيحاول يستخدم عليه سحر العلاج ولكن التعويذه بتفشل. بتقول له يبدو كده انهم سمموه بسم قوي علشان ما يقولش على هويتهم. بتروح تتكلم معاه وبتقول له صحابك اتخلوا عنك يا جيس، مفيش داعي انك تحميهم، قول لي على اسمهم وبوعدك ان هنتقم ليك. وفعلا جيس بيقول لها على هويه الخائن وبعدها بيلفظ انفاسه الاخيره وبيموت. وجوه قلعه ملك الشياطين سيفيرو بتحكي لها على كل حاجه وبتقول لها ان الشخص اللي كان مسؤول عن المؤامره دي يبقى قائد الفيلق الثالث من جيش ملك الشياطين، باستي هو الخاين. بتقول لها فهمت. بتنادي عليه وبتقول له ده عكس الكلام اللي انت قلته لي يا باستي. وهو بيطلع انه كان موجود من قبلهم طول الوقت ده. بيقول لها زي ما قلت لحضرتك من دقايق، الاثنين دول قتلوا نائب القائد بتاعهم وعايزين يلزقوا التهمه فيا. اعتقد ان هدفهم من ورا كل ده هو انهم يسحبوا الفيلق الثالث مني. هو ده المتوقع من ساحره حقيره زي سيفيرو. سيفيرو في الوقت ده بتتعصب وبتستخدم سحرها، ولكن ملكه الشياطين بتأمرها تهدى. بتقول لهم كل ما زادت قوه الشيطان كل ما سعى القوه اكبر، فالطموح صفه اساسيه فينا احنا كشياطين، ولكن لو كنت قد رجالتي علشان طموحهم فكده مش هيتفضل حد عايش في جيش الشياطين. من البدايه يا باستي وانا كنت عارفه بمخططك، كنت فاكر ان مش هلاحظ وانت يا سيفيرو، ولائك ليه حقيقي، ولكن انت كمان مسؤول عن اللي حصل، وده لانك فشلت في انك تحافظي على ولاء النائب بتاعك. بتستخدم سحرها وتقول لهم حسب القوانين المفروض اعاقبكم انتوا الاثنين، ولكن للاسف ما اقدرش اخسر قائدين فيلق في خلال حربنا مع البشر. علشان كده انا عندي فكره، هيقام نزال بينكم انتوا الاثنين والفايز هو اللي هيكون معاه الحق. هي دي الطريقه اللي الشياطين بيتعاملوا بيها مع الموضوع. وبعد شويه بيوصل لهم تفاصيل المبارزه وبنعرف انها تكون عباره عن مباراه بين الفرق. كل قائد هيتم منحه عدد 50 دميه يستخدمهم زي ما هو عايز، ولكن مش مسموح ليه انه يشارك بنفسه في المعركه. كل اللي يقدر يعمله هو انه يمر الدمى بالقتال، والفايز هو اللي هيقدر يخلص على كل دمى العدو ويقتلهم اول. هو ده النزال اللي ملكه الشياطين اختارته، وواضح كده ان الغرض منه هو اختبار مهاراتهم كقاده. فبما ان الدمى كلها واحد فالحاجه الوحيده اللي هتفرق هي مهاراتهم في القياده. ايكي بيقول لها النزال ده هيكون صعب. سيفيرو بتقول له صحيح، نسيت اقول لك ان مسموح لنا نعين حد بدلنا يخوض النزال، علشان كده انا عايزاك انت تروح مكاني يا ايك. ايكي بيبقى هيتجنن بيقول لها انت مش مستوعبه ان حياتك في خطر، المفروض انت اللي تروحي بنفسك. بتقول له ما هو علشان حياتي في خطر لازم انت اللي تروح. اي نعم انا اقوى منك، بس انت مهاراتك في القياده بتتفوق عليا. بتمسك ايده وبتقول له انا بأتمنك على حياتي يا ايك. وفعلا قدام الحاحه ما بيلاقيش قدامه خيار غير انه يوافق. وبعد شويه بنشوفه هو جوه المكان اللي هيقام فيه النزال، بيبقى متوتر وبيقول في نفسه يا ريتها ما اعتمدتني على حياتها، العبء المره دي كبير عليا. بيبدا يفحص الحاله وعلى امل يلاقي اي حاجه تساعده على الفوز. وبعد ما بيخلص بيروح يلقي نظره على الدمى وبنعرف انها بتشتغل عن طريق الاوامر وكلها متساويه في القوه، وليهم مطلق الحريه يستخدموا اي نوع اسلحه هم عايزينه. بيرجع بعدها على المدينه وبيفضل يعصر في دماغه على امل يلاقي خطه يضمن بيها الفوز. في الوقت ده ستي بتقدم له الشاي وايكي بيقول لها تفتكري ايه احسن طريقه تكسبي بيها معركه يا سيدي، ولكن دي خدامه ايش فاهمها في الحرب والمعارك. تقول له ما اعرفش. بيقول لها لنفترض انك دخلت في خناقه، وقتها هتقاتلي ازاي؟ بتقول له انها مش عايزه تقاتل، ولكن لو اضطرت هتمسك المقشه وتديله في وشه. بيقول لها بالظبط، هتحاول انك تستخدمي سلاح تقدري تهاجمي بيه من غير ما تقربي من العدو، وافضل مثال على الموضوع ده هو القوس، بس اكيد خصمي برضه عارف كده. بتقول له طب ايه رايك لو تستخدم القوس الصغيره اللي استخدموها في هجومكم على ارسنال؟ بيقول لها فكره حلوه، فاستخدامها سهل وتقدر تخترق الدروع المعدنيه، بس برضه مش كفايه، محتاج لحاجه اقوى من القوس، حاجه ما يعرفوش عنها اي حاجه. في الوقت ده بتيجي في باله فكره وهي انه يصنع بنادق. ستي ما
بتبقاش عارفه يعني ايه بنادق، وده لانها واحده من الحاجات اللي جده علمها له واللي كانت بتخص الحضاره المتقدمه. بيقول لها البنادق اقوى بكتير من الاقواس والمدى بتاعها اكبر باضعاف. بتقول له بس ازاي هتصنع سلاح زي ده؟ بيقول لها لحسن حظنا فالقائده سفيرو تبقى خيميائيه قويه، مفيش حاجه ما تقدرش تصنعها. وفعلا بيروح لعندها ولكنها بتصدمه وبتقول له انت فاكرني ايه؟ ما اقدرش اصنع لك حاجه ما شفتهاش، حتى انا في حاجات ما اقدرش اعملها. بيحاول يشرح لها ولكن مفيش فايده، البنت مش فارق معاها حياتها. وعندي باتسي والمساعد بتاعه بيقول له ان الشائعات بتقول ان سفيرو هتبعت قائد الكتيبه السبعه ايك بدلها، شكلها كده خايفه منك. بيقول له ما تستخفش بيها، دي برضه قائده الفيلق السابع، اكيد بتخطط لحاجه. ومن بين السيوف بيعجبه نوع معين فيهم وبيطلب منه يصنع له كميه تكفي ل 500 جندي واكتر. بيجي لواحد تاني بيقول له انه خلاص انتهى من التجهيزات، فوزك في المعركه دي هيكون مضمون. وعلى الناحيه التانيه ايك بيبقى محبط من كلام سفيرو، بيقول في نفسه هي مش عارفه انها هتموت لو خسرت. في الوقت ده بيلاقي حد بيديله الجاكيت بتاعه، ايك بيشكره، ولكن الصدمه انها بتطلع ملكه الشياطين بنفسها. ايك اول ما بيشوفها بتصدم وبينحني ليها، هي بتعمل ايه هنا؟ بيترمي له شنطه كده وبتقول له افتحها، وفعلا بيفتحها والمفاجاه ان بيطلع جواها البنادق اللي هو كان عايزها. بتقول له هو ده اللي انت كنت بتدور عليه يا ايك مش كده؟ بيحاول يكذب عليها وبيقول لها انه مش ايك، ولكنها بتقول له ما تتعبش نفسك، رومبرج حكى لي على كل حاجه، قال لي انه ادالك كل معرفته وسحره، وقال لي كمان على حقيقه انك بشري. بيقول له لما انت كنت عارفه ليه سبتني عايش؟ بتقول له علشان امنيتي، مهما كانت القوه اللي انا بمتلكها فبرضه تظل غير كافيه، انا محتاج الناس تقاتل علشاني، امنيتي هي العالم، انا بحلم ان ابني العالم اللي انا بتمناه على الارض دي، وعلشان احقق ده فانا محتاجه لاكبر عدد ممكن من الاشخاص علشان يساعدوني، انا متاكده انك هتقدم لي حاجات كتيره يا ايك. وبعدها بتاخد بعضها وبتمشي. وبعد شويه ايك بياخد البنادق وبيوريها لسفيرو عشان تصنع منها اكتر من نسخه، بيعرفها ان ملكه الشياطين هي اللي جابتها له وبيطلب منها تصنع له الرصاصات. وبعد شويه بتوصل قائده فرقه الخيميائيين واللي بتدعى فيورنتينا، بتبقى فجرت المكان بالكامل وتقول له انهم انتهوا من صناعه البارود اللي هو كان قال لهم عليه. بيوريها كرات الرصاص وبيقول لها انه محتاج 500 رصاصه وازيد من دول. سفيرو بتقول لها سمعتيه، انا الشغل بيتعب بشرتي، علشان كده هسيب الموضوع ده عليكم، وبتسيبهم وبتمشي. اما صحيح عديمه المبالاه. وبعد فتره بيجي موعد النزال وبيتجمع عدد كبير من الشياطين ومن ضمنهم الملك علشان يشاهدوا اللي هيحصل. باستيو اول ما بيشوف جيش ايك بيتريق عليه وبيقول له انت هتقاتل بالدروع بس، اظن واضح كده من دلوقتي اللي هيفوز في المعركه. ايك ساعتها بيلقي نظره على الدمى بتاعته وبيعرف انهم متسلحين بدروع من الفولاذ الدمشقي، واحد من اقوى المعادن مفيش رمح ولا سهم يقدر يخترقه. باستي بيقول له دي كانت هديه من ملكه الشياطين بنفسها، واضح ان ملكه الشياطين عايزاني انا اللي افوز. ايك ساعتها بيفتكر كلامها ليه وبيقول يا ترى هي عايزه قتال متكافئ ولا ده اختبار تاني منها، هبقى اسالها بعد ما افوز. في الوقت ده بيتم الاعلان عن بدايه النزال وباستيو بيؤمر فريق النشابه بالهجوم، وفعلا الاسهم بتبدا تترمى ودمى ايك بتتصدى ليها بواسطه الدروع. باستيو بعدها بيؤمر فريق المشاور الرماحين انهم يهاجموا وبيبداوا يقطعوا في دمى ايك بكل سهوله. بيقول له واضح كده ان انت ما تعرفش اي حاجه غير الدفاع، على الاقل حاول تقاوم شويه علشان ما احسش بالملل. ولكن في الوقت ده الدمى المسلحين بالبنادق بيظهروا وبيضربوا نار على الدمى بتاعته، الكل بيكونوا متفاجئين ومحدش فاهم ايه اللي حصل. ايك بيامرهم يهاجموا من تاني وجنوده بيبداوا يخلصوا على دمى باستيو. باستيو مصدوم يا عيني ومش فاهم ايه السلاح ده، وكلها دقايق ودمى باستيو بيكونوا كلهم ماتوا والمعركه بتنتهي بفوز ساحق لصالح ايك. ملكة الشياطين بعدها بتيجي وتقول له انت اللي خسرت يا باستيو، معاك خيارين، اقتل نفسك وموت بشرف او اني هقتلك بايدي. ولكن باستيو مش هيموت بالسهوله دي، بيقول لها للاسف بس انا هختار حاجه تانية، هختار حاجه تليق بشيطان. في الوقت ده واحد من جنوده بيكون مستخبي بين الحشود وبيضرب سهم على الملكه، بتقدر تمسكه ولكن السهم بيبقى مربوط في قنبله وبتنفجر فيها، ومن حواليهم المكان بيبدا يتفجر وجيش باستيو بيحاصر المكان. بيضحك ضحكه شريره بيقول من هنا ورايح انا هو ملك الشياطين الجديد. جنوده بيبداوا يقتلوا في اي حد بيحاول يقاوم والمكان باكمله بيتحول لساحه حرب. ايك بيبقى عمال يتفرج وشايف الوضع بيزداد سوء عن اللي قبله. باستيو بيقول له لسه ما فاتش الاوان يا ايك، انضم ليا وهعينك قائد للفيلق السابع، انت اكيد مدرك اللي بيحصل حواليك. ايك بيقول له بصراحه عرض مغري بس دي حاجه مش هناقشها معاك، وده لان عمرك ما هتبقى ملك الشياطين يا باستيو. باستيو بيقول له يبقى هقتلك هنا. بيؤمر جنوده يخلصوا عليه ولكن ايك بيستخدم سحر الرياح وبيطيرهم كلهم. بيبدا يستعمل في مختلف التعويذات عليهم والجنود مش قادرين حتى يقربوا منه، بيحاولوا يتجمعوا عليه ولكنه بيفاجئهم وبيطير في الهواء، بيتفادى كل ضرباتهم وبينهال عليهم بسحر البرق والظلام. باستيو لسه هيتصدم من قوته ولكن ايك بيطير عليه بسرعه كبيره وبيفجره، المكان كله بيتحول لرماد. ولكن على الرغم من كده فباستيو لسه ما ماتش. باقي الجنود بيصحوا من تاني وباستيو بيقول له انت قائد الكتيبه الخالده، اكيد ما نسيتش ان انا وباقي جنودي نبقى من الموتى الاحياء، يعني ما تقدرش تقتلنا مهما عملت. جنوده بيهاجموه من تاني وايك بيحاول يدافع ضد هجماتهم، بيستخدم سحر الزمن وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، ولكن برضه الجنود بيصحوا مره تانيه وبيهاجموه. باستيو بيقول له مهما كنت قوي فاكيد سحرك ليه حدود، كلها مساله وقت وهتموت يا ايك. في الوقت ده نفس الشخص بيمسك سهم من تاني وبيرميه على ايك، السهم بينفجر ولكن لحسن الحظ ايك قدر يصده. باستيو بيقول له المقاومه مش هتفيدك، استسلم احسن لك يا ايك. ايك بيبقى في موقف صعب وبيقول انا كده بضيع سحر على الفاضي، لازم الاقي طريقه اهزمهم بيها. الاموات الاحياء عباره عن جثث متحركه علشان كده سحر الظلام ما بيأثرش فيهم، بس ثانيه واحده هم مجرد جثث صح؟ ساعتها بتيجي في باله فكره. باستيو بيقول له اظن اجى الوقت علشان ننهي الموضوع. بيؤمر جنود يقتلوه ولكن في الوقت ده ايك بيطلق سحر لونه ذهبي وجنود باستيو كلهم بيبداوا في التلاشي. باستيو مصدوم بيقول له انت عملت ايه بالظبط؟ وعلى
الناحيه الثانيه نفس الجوبلين بيحاول يرمي سهم على ايكو، ولكن فجاه ايده بتتقطع. سيفيرو وصلت اخيرا، بتقول له اسف علشان اتاخرت عليك. في اللحظه دي اتباع هم كمان بيوصلوا وبيبداوا يدمروا في جيش باستيو. جيرون وفيورنتينا وليليس والشله كلها بتحضر، وفي دقايق الترابيزه بتتقلب وباستيو بيلاقي نفسه بقى محاصر من كل ناحيه. سيفيرو بتروح لايكو وبتقول له احنا خلصنا على اللي بره، ما عادش فاضل غيرك يا باستيو. في الوقت ده باستيو بيتفاجئ بملكه الشياطين وهي وراه، بتقول له انا هديك فرصه اخيره، قاتل ايكو لو فزت عليه بوعدك اني مش هقتلك. باستيو ساعتها بيبدا يضحك وبيقول لسه في امل، هخلص على الضعيف ده واستعيد مكانتي، لو عايز تلوم حد يبقى لوم ملكه الشياطين. ايكو وقتها بيتقدم ناحيته وباستيو بيطلع سيفه وبينطلق عليه، بيهجم عليه ولكن ايكو بيكون حاجز سحري وبيصد كل ضرباته، بيطير في الهواء وباستيو بيستعمل عليه سحر الظلام، ولكن ساعتها ايكو بيستعمل نفس السحر اللي شفناه من شويه، وايدين باستيو حرفيا بتختفي. سيفيرو بتبقى مصدومه زي ما انا توقعت، ده هو نفسه سحر النور، بس من امتى وهو بيعرف يستخدمه. بتبص على ملكه الشياطين وبتلاقيها مش متفاجئه، يا ترى ايه اللي بيحصل هنا. في اللحظه دي بنبدا نشوف فلاش باك لايك، بنشوفه لما كان عايش مع جده وساعتها بيشد انتباهه ورده دبلانه في الزرع. جده بيجي له وبيقول له يلا علشان اعلمك سحر الظلام، وفعلا ايك بيتعلمه ولكنه ما بيكونش راضي عنه. بيقول له مفيش تعويذه ينفع ترجع الورده دي للحياه. بيقول له الموضوع ممكن بس عن طريق سحر النور، ولكن المفروض انك شيطان يا ايك، المفروض تتعلم عن اللعنات مش سحر النور. ولكن ايك برضه بيفضل مصمم على طلبه. جده بيقول له سحر النور صعب على الشياطين، وده لانه بيستمد قوته من قلب رحيم، قلب نقي بيهتم بالاخرين، ودي حاجه مش موجوده عند الشياطين، بس في حالتك انت فانت عندك قلب انسان. لازم تكون عارف ان سحر النور مرعب بالنسبه للشياطين، علشان كده حتى لو اتعلمته لازم ما تخليش اي حد يعرف بده. ايك ساعتها قال له تمام ووعد انه هيخلي الموضوع سر. نرجع بقى للقتال، وايك بيقول له بقى كنت عايز تبقى ملك الشياطين، طموح زي ده كبير جدا عليك يا باستيو، فحتى لو كانوا موتى احياء ولكن انت ما اهتمتش بانك تضحي باتباعك، كنت مستعد حتى تضحي باصحابك وحتى الملك بتاعك علشان طموحك، علشان كده فانا ما اقدرش اسامحك. عالم بيضطهد فيه الحاكم شعبه وهو عالم ما اقدرش اسمح بوجوده. باستيو ساعتها بيتعصب عليه بيقول له انت مين علشان تسامحني او تعاقبني. بيهجم عليه وايك بيقول في نفسه انا اسف يا جدي، وعدتك اني مش هستخدمه، ولكن ما اقدرش اسامح الشخص ده. بيستخدمه فعلا، وفي الوقت ده جسم باستيو كله بيبدا في التلاشي وما بيفضلش منه غير خوسته ودرعه. الفاز في المعركه دي هو ايك. سيفيرو بعدها بتيجي بتقول له ان كل حاجه عدت بسلام. ايك بيقول لها انت كنت متوقعه ده من البدايه مش كده؟ كنت متوقعه ان باستيو يحاول يغدر بملكه الشياطين علشان كده بعتيني مكانك ورحت انت تستعد للمعركه. بتضحك وبتقول له كل ده مش مهم دلوقتي، المهم انك فزت. ملكه الشياطين بعدها بتيجي وتقول لهم لا لسه في مشكله، كده ما عادش عندي حد يقود الفيلق الثالث، وبما انك انت اللي قتلته فلازم انت اللي تتحمل المسؤوليه يا ايك، علشان كده فانا بعرض عليك انك تتولى قياده الفيلق الثالث. انا مستني اسمع اجابتك يا ايك. وبعد شويه بنشوف سيفيرو وهي بتتكلم مع ملكه الشياطين وبتعترض على قرارها، بتقول لها ايك واحد من اتباعي، انا الوحيده اللي حقي لي اقرر يروح فين وما يروحش فين. ملكه الشياطين بتقول لها على حسب كلامك فانت بتخدميني، يعني ايك هو كمان يبقى واحد من اتباعي، عموما القرار ده قراره. في الوقت ده ايك بيوصل وملكه الشياطين بتقول له مستني اسمع اجابتك. ايك فعلا بيبدا يتكلم وبيقول لها في مدينه ايفالياس الناس اخيرا بداوا يتعودوا على مدينتهم الجديده. في البدايه رجالتي كانوا محتارين بخصوص انهم ازاي يعيشوا مع البشر، ولكن بعد فتره بداوا يتكيفوا على الموضوع. نفس الموضوع ده برضه ينطبق على البشر، الاتنين بداوا يتكيفوا على الحياه مع بعض. انا قلت الكلام ده لسيفيرو قبل كده وهقوله لك انت كمان، انا هدفي ان اصنع عالم يتعايش فيه البشر والشياطين مع بعضهم البعض. بيقلع قناعه وبيقول لها انا اسف يا ملكه الشياطين، بس لسه عندي حاجات كتيره هتعلمها من سيفيرو، علشان كده مضطر ارفض العرض بتاعك، ولكن في المقابل بوعدك ان اخلي ايفالياس اول مدينه يتعايش فيها البشر مع الشياطين مع بعضهم البعض. ملكه الشياطين بتبقى متفاجئه من كلامه ولكنها في النهايه بتحترم قراره. وبعد فتره ايكي بيروح يبص على المدينه من فوق وستي بتجيله وبتقول له هو في حاجه ولا ايه؟ بيقول لها زي ما انا توقعت، تربه ومناخ المدينه دي مناسبين لتطبيق نظام نورفولك. نظام نورفولك هو عباره عن طريقه لزراعه انواع كتيره من المحاصيل من غير ما يريحوا الحقول في النص. باختصار هتقدري تاكلي كل انواع الاكل اللي انت عايزاه. ستي ساعتها بتفرح وايكي بيقول لها جهزي نفسك، الفتره الجايه هنكون مشغولين بانشاء مدينه يتعايش فيها البشر مع الشياطين. وعلى جانب تاني الحرب بتكون شغاله بين البشر والشياطين على حصن بيدعى ارستا. الاثنين نازلين قتل في بعض، ولكن واضح كده ان التفوق المره دي لصالح البشر. نرجع لايكو اللي بيستخدم سحره وبيسقي المحاصيل. بيقول لها زمان احنا كنا بنزرع القمح وبعدها بنسيب الارض تستريح ونزرع العشب علشان ناكل الماشيه، صح، لكن المشكله ان الحركه دي بتسيب الارض فاضيه لفتره طويله من غير ما نستفيد بيها، علشان كده الاحسن اننا نزرع الشعير بعدها البرسيم وبعده القمح واللفت بالتعاقب. بالطريقه دي هنقدر نزرع عدد كبير من المحاصيل من غير ما نحتاج لاننا نريح الحقول في النص. لو الموضوع ده نجح فطار البشر ولا الشياطين هيعانوا من الجوع مره ثانيه. وبعد ما بيخلص بيرجع على القصر وساتي بتهنيه لانه اترقى لمنصب نائب القائد. في الوقت ده بيدخل عليه جيرون وهو مسروع وبيقول له ان عندهم مشكله، تحالف الملوك بداوا في التحرك. من شويه وصل لنا خبر هزيمه الفيلق الثاني اثناء ما كانوا بيحاولوا يستولوا على حصن اليستا. الفيلق الثاني متعطشين للدماء ولكنهم مقاتلين ماهرين، ما توقعتش ابدا انهم هيتعرضوا لهزيمه مذله بالطريقه دي. ايكا بيقول له يبدو كده ان تحالف الملوك بدا يدي تاثيره، ومش بس كده اعتقد كمان ان هدفهم الجاي هيكون هو موقعنا ايفالياس، فاحنا استولينا على ارسنام ودي قاعده مهمه جدا بالنسبه لهم، وعلشان يستردوها فهم محتاجين لانهم يستولوا على مدينتنا احنا الاول. اي نعم الشياطين اقوى في المواجهات الفرديه، ولكن هيكون من الصعب علينا اننا نواجه اعدادهم الكبيره وقدرتهم العاليه على القتال بتنظيم. ولو ايفالياس سقطت فوقتها كل
كل قوات التحالف هتركز هجومها على مدينه ارسنال، وقدام اعدادهم الكبيره حصن ارسنال هيسكت، وساعتها هيضطر جيش الشياطين انه يتراجع لقلعه ملك الشياطين، وده هيحطنا في موقف صعب. ومش بس كده، ده كمان حلم بانشاء مدينه يقدر فيها البشر والشياطين يتعايشوا مع بعض هيختفي للابد. يعني من الاخر ما ينفعش نخسر المعركه دي. بيقول لهم في طريقه واحده بس علشان نقدر نتغلب على اعدادهم الكبيره. بيروح يتكلم مع فيورنتينا وبيسالها عن البنادق، ولكنها بتفاجئه وبتقول ان صنع البنادق عن طريق الخيمياء هو امر مستحيل، وده لان في حدود للدقه اللي انت ممكن تحصل عليها عن طريق الخيمياء. بتقول له انهم حاولوا يصنعوا نسخ مشابهه ليها، ولكن في كل مره كانوا بيتعطلوا بعد ضربه واحده بس. ده غير كمان انها مش قويه زي النسخه الاصليه. زيفيرو بتقول لهم هو احنا محتاجين البتاعه دي في حاجه؟ ما نستخدم السحر وخلاص. ايك بيقول لها ما ينفعش، لو احنا هنقاتل جيش التحالف فاحنا محتاجين لسلاح قوي واي حد يقدر يستخدمه بسهوله. فيورنتينا بتقول له هو في طريقه، ولكن انتاجها بكميات كبيره هيكون صعب، وهي اننا نصنع الاجزاء الصغيره اللي من المعدن والخشب يدويا، ولكن الموضوع هيحتاج لشخص ماهر جدا في الصناعات اليدويه. زيفيرو بتقول لها وده هنجيبه منين ده؟ ساعتها بتيجي في بالها فكره وبتقول لها ولو قلت لك ان في عرق ماهر جدا في الصناعات اليدويه ويقدر يقوم لنا بالمهمه دي، وطبعا تقصد بكلامها ده الاقزام. زيفيرو بتقول لها لو الاقزام فعلا فالموضوع هيكون ممكن، ولكن المشكله ان بعد ما هم خسروا معركتهم مع البشر وهم اتحولوا لشعب تايه وبقوا بيجوبوا في جميع انحاء الارض، وعلشان ننتج العدد اللي احنا عايزينه فاحنا هنحتاج لعدد كبير منهم. ازاي هنقدر نجمع العدد ده كله؟ ايكي بيقول لها في طريقه واحده بس، وهي اننا نلاقي ملك الاقزام. الملك منصور في مملكه اسموس، ولو قدرنا نحصل عليه فوقتها هيكون من الممكن اننا نجمعهم. نروح بقى لملك الاقزام وهو جوه السجن، بيبدا يفتكر في اللي حصل معاه وقت ما خسر حرب ضد البشر. قائد الجيش وقتها قال له لو كنت سمعت الكلام ونفذت اللي اتطلب منك ما كانش كل ده هيحصل. الملك بيقول له عايزني اوافق اديكم تقنياتنا علشان تستخدموها في الحروب بتاعتكم؟ انا مستحيل اوافق على حاجه زي دي. التاني بيقول له شكلك كده لسه مش مستوعب الوضع، انت ما عندكش اي خيار، هي دي فرصتك الاخيره والا هقتلك انت وشعبك. لو انت وافقت تساعدنا فوقتها هعفو عنكم. الملك وقتها ما لقاش قدامه خيار غير انه يوافق، وبعد ما خدوا غرضهم منهم رموه بعدها في السجن، وشعبه كله افترى في جميع انحاء العالم. وفي خلال ما هو في زنزانته بيبدا يسمع صوت غريب جاي من بره، بيروح يشوف اللي بيحصل وبيتفاجئ ان الحراس مغمى عليهم، وليليس بتقول له اخيرا لقيتك. بتفتح الزنزانه وبتقول له تعالى معايا. الملك بيبقى مصدوم وبيقول لها ايه اللي يخلي الشيطان ينقذني؟ انت ليه حررتيني؟ ليليس بقى بتزهق من اسئلته وبتستعمل عليه تعويذه بتفقده الوعي. جيروم بعدها بيجي بيقول لها يا بنت المجنونه، ده ملك الاقزام ما ينفعش تعمليه بالطريقه دي. بتقول له ما هو اللي صدعني بسيرته. بيشيلوه بعدها وبيحاول يخرج بيه، وليليس بتبقى حاسه بالملل علشان ما فيش حراس. بيقول لها نائب القائد حذرنا اننا ما ندخلش في اي قتالات مالهاش لازمه. في الوقت اللي الحراس بيكونوا عثروا عليهم وجيروم بيقول لها كل ده بسببك. بيهجموا عليهم ولكن ليليس بتستخدم سحرها وبتفقدهم الوعي. جيروم بيقول لها على فكره انا هقول لنائب القائد على كل حاجه وانك ضربت الحراس، ولكن في الوقت ده بيجي واحد من وراه ولسه هيطعنه، ولكن جيروم بيديه كف بيلزقه في الحيطه. ليليس بتقول له مش المفروض برضه انك تتجنب القتال؟ انا بقى هقول له على كل حاجه يا ولاد العبيطه. بيكملوا بعدها طريقهم، ولكن هم خارجين بيلاقوا الحراس مستنيينهم، وعلى الناحيه الثانيه ايكي بيكون مستنيهم بره وبيشوفهم هم مجرين نص المدينه وراهم. بيقول المفروض ان قال لهم ما يجذبوش الانتباه. بيستعمل سحره وبيكون حيز ارضي علشان ينقذهم. جيروم بيقول له كل حاجه تمام يا ريس، جبنا لك ملك الاقزام زي ما امرتنا. ايكي بيقول له بس ده الملك يا اسطى ما ينفعش تشيله بالطريقه دي. وحرفيا يا صديقي بقت اغبى اتنين. بيرجعوا بعدها على المدينه وملك الاقزام بيصحى وبيلاقي قدامه ايك. بيقول له ليه خرجتوني من زنزانتي؟ ايكي بيديله البندقيه وبيقول له تعرف تصنع واحده زي دي؟ ملك الاقزام بيقول له للوهله الاولى تبان بسيطه جدا، لكن في الحقيقه فهي معقده جدا، محتاج شويه وقت ولكن هعرف اصنعها. بس برضه ايه اللي يخليني اشتغل لصالح الشياطين؟ انا برفض ان اساعدكم، فانتوا كمان عايزين تستغلونا زيكم زي البشر. انا عمري ابدا ما هكون عبد ليكم. ايكي بيقول له طبيعي تفكر كده، بس انا محتاجك علشان اقدر احقق السلام بين البشر والشياطين. ملك الاقزام ما بيكونش فاهم حاجه وايكي بيطلب منه يجي معاه. بيفرجوا على المدينه والملك بيبقى متفاجئ. ايكي بيقول له انا هدفي ان اخلي البشر والشياطين يعيشوا مع بعض في سلام، وعلشان اعمل كده فانا محتاج لمساعدتك. الملك بيقول له انا فعلا ما توقعتش ده، بس انت برضه مش فاهم. البشر استغلونا احنا الاقزام وبعدها دمروا مملكتنا، ودلوقتي بقينا مجبرين نتجول في كل الاراضي علشان ما عادش عندنا بلد. اللي يخلينا اساعدك اذا كان ده هيصب في مصلحتهم. انا ما يفرقش معايا ان البشر يعيشوا في سلام. ايكي ساعتها بيقول له لو رجعت لك السلام بتاعك. الملك بيقول له انت تقصد ايه بالظبط؟ ايكي بيقول له لو انت انتجتنا الاسلحه دي بكميات كبيره فبوعدك ان اطلب من ملك الشياطين انه يعيد بناء مملكه الاقزام مره ثانيه. ولكن الملك ما بيكونش مصدق وبيقول له انت بتستهزئ بيا؟ اعاده بناء مملكه كامله مش بالسهوله دي. ازاي اصلا هتعيد بناء مملكه كامله من غير شعبها؟ انا خسرت شعبي وعيلتي للابد، كل ده بقى من المستحيل استرجاعه. ايكي بيقول له تعالى معايا وشوف بنفسك اذا كنت بتكلم بجد ولا بهزر. بياخدوا على مصنع كده مليان اقزام، والملك اول ما بيشوفهم بيتصدم وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ الاقزام هم كمان بيتفاجئوا اول ما بيشوفوا الملك بتاعهم وبيقولوا له الشياطين جابونا فجاه على هنا، قدموا لنا طعام ومكان نعيش فيه ولموا شملنا من تاني. وايكي وعدنا انه هينقذ الملك، وفعلا وفى بوعده. ايكي
بيقول له هسألك للمرة الأخيرة، هل أنت موافق إنك تساعدني في تحقيق طموحي؟ ملك الأقزام بيمد له إيده وبيقول له تمام، فكرة مش وحشة، أنا قررت إني عايز أشوف الطموح بتاعك ده بعيني، وبكده يبقى ايك حصل على مساعدة الأقزام. وعلى الناحية التانية بيوصل لقوات التحالف خبر اختطاف الشياطين لملك الأقزام، والصدفة إن قائد الجيش المرة دي هو نفس الشخص اللي كان عباد مملكة الأقزام قبل 10 سنين. النائب بتاعه بيعرفه إن الشياطين قاموا باختطاف ملك الأقزام ولكنه ما بيكونش مهتم، بيقول له أنا ما أعرفش هم ناويين عليه، بس كده كده العجوز ده ما يقدرش يعمل حاجة. بيدخل على واحد من الجنود وبيعرفه إنه انتهى من استطلاع جيش العدو، بيقول له إن عدد القوات في مدينة إيفرياس هو 500 جندي، باقي قادة الكتائب في طريقهم علشان يدعموهم وعلشان كده احتمال عددهم يزيد شوية. قائد الجيش بيقول له إحنا عددنا كام؟ نائب القائد بيقول له 12 فوق أو ما يساوي 12000 جندي. يا نهار أبيض، فرق أكتر من 20 ضعف، يا ترى إيه اللي هتعمله يا ايك؟ وعلى الناحية التانية الأقزام بيبقوا شغالين على إنتاج البنادق وجيروم بيقوم بتدريب الجنود على استعمالها. الكتائب المختلفة بيبدأوا يصارعوا على المدينة وايك بيجتمع بالقائد علشان يتناقشوا في حربهم ضد التحالف. قائد كتيبة العمالقة بيقول له مش مصدق إنك قدرت تصلح الجدران في المدة القصيرة دي، أنت عملت إيه بالظبط علشان تلحق؟ ايك بيقول له خليتهم يشتغلوا في دوريات وكمان دفعت للبشر علشان اشغلهم. قائد كتيبة الوحوش بيعلق وبيقول لهم القائدة سفيرو حكت لي عن الموضوع ده، قالت لنا إن ده أكتر كفاءة من إننا نستعبدهم. في الوقت ده السقف بيتكسر وقائد كتيبة الوحوش الطيارة بيوصل على المكان، بيقول لهم لا مؤاخذة بس الأوضة كانت صغيرة، ما شفتكش بقالي فترة هنا يا بالقائد. يروح يقعد وبيقول لهم كده الكل وصل، احنا كده جاهزين علشان نبدأ الاجتماع. فيورنتينا بتتدخل وبتقول لهم انتوا اكيد عارفين ولكن القائدة سفيرو قررت انها تعين ايك هو المسؤول عن كل حاجة في المعركة دي، حد عنده مشكلة؟ بيقولوا له احنا سمعنا انك كزمت قائد الفيلق الثالث باستو، احنا الثلاثة هنطيع اوامرك. قائد الكتيبة الطائرة بيقول له انا عرفت ان عدد قوات العدو هو 12000 وفي المقابل فاحنا عددنا 2000، يا ترى هنقاتل ازاي؟ قائد الوحوش بيقول له الموضوع سهل، كل اللي احنا محتاجينه ان كل واحد مننا يقتل 6 منهم، يعني هتكون معركة مباشرة مش كده؟ ايكي بيقول له للاسف بس مش كلنا بمهارة كتيبة الوحوش. قائد الكتيبة الطائرة بيقول لهم طب ايه رايكم نهاجم بالليل؟ ايكي بيقول له فكرة حلوة ولكن برضه ما ينفعش، وده لان العدو عنده صحراء وزمانهم مجهزين سحر الضوء والكشف. قائد كتيبة العمالقة بيقول له انت بتخطط ليه بالظبط؟ بيقول لهم هنقاتلهم هنا، فكل ما جيشك بقى كبير كل ما زادت معاه فرص انهياره بسرعة لو الوضع اتقلب ضدك، علشان كده هنسيبهم يهاجمونا هنا وبمجرد ما معنوياتهم توصل اقصى درجاتها هنقضي عليهم بضربة واحدة، هنعمل كده بسرعة وسلاسة وهننهي الموضوع بأقل عدد من الخسائر. لكن ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه قدام. وبنشوف ان الجيش بيبقى في طريقه ليهم بقيادة الجنرال وكلها ايام ويوصل، الوضع بيبقى مزدحم جوه القلعة وكل واحد مشغول بالاستعداد للمعركة. ساتي بتروح تتكلم مع ايك وبتقول له انا ما بعرفش اقاتل بس عايز اساعدكم باي طريقة في الاستعداد للمعركة، علشان كده فكرت لو احنا ينفع نقدم للجنود طعام جديد بدل ما احنا بنقدم لهم الحساء. ايك بيقول لها فكرة حلوة، فالطعام بيأثر على معنويات الجنود، ده غير ان احنا بقى عندنا اكل كتير بفضل نظام نورفولك. بيروح يجيب كتاب للطبخ وبيقول لها احنا عندنا رز مش كده؟ عايز اجرب الاكله دي. وفعلا ساتي بتروح تحضرها وبتجهز المكونات، بتحط كل حاجه في طاسه واحده كبيره وبعد كام دقيقه بتكون انتهت من تحضيرها، بتروح تقدمها له وبنعرف ان الوجبه دي تبقى رز مقلي. ازاي؟ ما اعرفش والله، ميزتها انها ما بتحتاجش الوقت طويل وكمان ينفع تطبخ بكميات كبيره. ايكي لسه هيقلع قناعه علشان ياكل ولكن جيروم بيوصل وبيقول لهم من غيري اكلوني معاكم. ليليسيا كمان بتوصل وكلهم بيقعدوا ياكلوا، وكالعاده سيتي وليليس بيتخانقوا مع بعض. جيروم بيبقى عمال ياكل زي الخنزير وبيقول له ايه ده؟ هو انت مش هتاكل يا ريس؟ بيقول له هبقى اكل بعدين. المهم ايه رايك في الاكل ده يا جيرو؟ ينفع يتقدم للجنود بتوعنا؟ بيقول له طبعا، ده حتى الوحوش اكيد اللحمه يحبوه. وبعد ما بيخلصوا ايكي بيروح يتاكد ان كل حاجه تمام، الجنود تمام، الجدران اتصلحت، اسلحتنا جاهزه والاكل كمان جاهز، كده ما عادش فاضل غير القتال. وبره القلعه جيش التحالف بيكون وصل اخيرا، بيتم اعلان حاله الطوارئ والكل بيروح ياخد موقعه. قاده الكتائب بيتجهزوا وايكي بيقول لهم يلا بينا، مصير جيش الشياطين معتمد على المعركه. بعد وصول جيش التحالف بيتم اعلان حاله الطوارئ والكل بيروح ياخد موقعه. قاده الكتائب بيتجهزوا وايكي بيقول لهم مصير جيش الشياطين معتمد علينا، لازم نفوز مهما حصل. وعلى الناحيه الثانيه قائد جيش التحالف اول ما بيشوف جيشهم بيحبط، يقول جيشهم طلع اصغر من اللي انا كنت متوقعه، شكلها كده هتكون معركه ممله. بيأمر جنوده بالهجوم والجنود بيبداوا يستعملوا آلات الحصار وبيرموهم بالاسهم والصخور، ولكن ايكي بيستعمل سحر الدفاع وبيتصدى ليها كلها. الجنرال بيأمرهم يهاجموا من تاني وايكي بيكرر نفس الحركه وبيتصدى ليها من تاني. الجنود بتوعه بيتحمسوا وايكي بيقول زي ما انا توقعت بالظبط، يا ترى هي خطوتهم الجايه؟ ولكن الجنرال وقتها بيضحك وبيأمرهم يهاجموا مره كمان، وفعلا الصخور والاسهم بتترمى عليهم وايكي بيحاول يستعمل سحره، ولكن التاني بيكون مجهز فريق من السحره. بمجرد ما ايكي بيفعل سحره بيستخدموا هم سحرهم وبيلغوا السحر بتاعه، وبسبب كده فالاسهم والصخور كلها بتعدي وبتصيب عدد كبير من الجنود. في اللحظه دي الجنرال بيأمر الوحده الاولى بالهجوم، ايكي بيبقى واقف ويقول شكل كده الموضوع مش هيكون بالساهل. جيروم بيجيله وبيعرفوا ان فريق البنادق جاهزين، ولكن ايكي بيقول له لسه مش دلوقتي، سيب الموضوع ده عليهم. في الوقت ده كتيبه الاورك بتظهر وبيبداوا يرموهم بالصخور، الصخور فعلا بتصيب عدد كبير منهم والجنود بيبداوا يتراجعوا. ساعتها فريق الرماة
بيتدخل وبيكسفوهم بوابل من الاسهم، ضرب من هنا وضرب من هناك، والحرب مشتعله من الناحيتين. ولكن التفوق العددي بيبدا يظهر، ووسط كل ده الجنود بينجحوا في انهم يحطوا السلالم على الجدران، بيبداوا في تسلقها فعلا، وجيش الشياطين بيحاولوا يدافعوا عن القلعه بكل ما اوتوا من قوه، بيرموهم بالصخور والاسهم على امل يمنعهم من التسلق، ولكن واضح كده ان كلها شويه وفارق الاعداد هيتفوق. وعلى الناحيه الثانيه ناب بيقول له كده كلها بقت مساله وقت وهنخترق القلعه، بس الثاني بيساله سؤال غريب وبيقول له احنا هناكل ايه على العشاء؟ اصل انا بحب اكل في هدوء، علشان كده فانا ناوي انهي الموضوع قبلها. بس ازاي والحرب شغاله؟ الجنرال وقتها بيتجنن وبيامره يستخدم آلات الحصار مره كمان على السور. النائب بيتصدم وبيقول له بس دي كده هتصيب رجالتنا معاها. بيقول له ما يهمنيش، بيلاقي رافض كده فبنظر له نظره تهديد وبيقول له يلا اعملها. وفعلا النائب ما بيلاقيش قدامه خيار غير انه ينفذ. وعند ايكي بيتفاجئ بالصخور وهي بتترمى عليه، بيحاول يستخدم سحر الدفاع ولكن مفيش فايده. الصخور بتعدي وبتصيب الجيشين مع بعض، كلا الجيشين بيتصابوا وفعلا السور بيتكسر. الكل بيكونوا مصدومين من اللي هو عمله. ايكي عمال بيشاهد في اعداد المصابين والقتلى وهو في ذهول تام. هو ده المعنى الحقيقي للحرب. التاني بقى بكل استفزاز بيبتسم وبيأمر الوحده التانيه تهاجم، وفعلا بيبداوا يدخلوا من الفتحه اللي اتعملت، وجيش الشياطين بيحاولوا يوقفوهم ولكن مفيش فايده. الفارق في العدد كبير جدا. ايكي بيبقى متعصب من اللي هو عمله وبيقسم انه مش هيسامحه. بتستمر المعركه والجيشين نازلين طحن في بعض، والتاني وسط كل ده بيبقى عمال يشرب قهوته وبيقول لهم ايه ده انتوا لسه ما خلصتوش؟ يا برودك يا اخي. النائب بيأمر الوحده الثالثه تهاجم، الوضع بيزداد سوءا بالنسبه للشياطين. ايكي بيقول المعركه ماشيه اسرع من اللي انا توقعته، ولكن في اللحظه دي بتتدخل كتيبه الوحوش وبينزلوا تشريح في الجنود. وحده البنادق هي كمان بتدعمهم من ورا، والجنود بداوا في التراجع. كتيبه الوحوش لسه هتلحقهم، ولكن وقتها بيسمعوا صوت جرس الاشاره فبيسيبوا اللي في ايديهم وبينسحبوا. وشكلها كده خطه من ايكي. بيرجعوا فعلا، وفي اللحظه دي فيورنتينا بتستعمل قوتها وبتسد الجدران بالخيمياء. بتقول يبدو كده ان الاوضاع دلوقتي ماشيه حسب الخطه. وبنرجع لورا شويه وقت اجتماع ايكي مع القاده، بيقولوا له هو انت ناوي على ايه بالظبط؟ قال لهم كل اللي عايزه انكم تقاتلوا بكل قوتكم. قائد كتيبه الوحوش بيتعصب وبيقول له هو انت بتستهزئ بينا علشان بقيت نائب القائد ولا ايه؟ لو كده فانا هزعلك. ولكن فيورنتينا بتهديه وبتطلب منه يكمل. ايكي بيقول له تفتكر تقدر تصمد قد ايه في حاله لو انت هتقاتل بكل قوتك؟ قال له لو هقاتل بكل قوتي فاعتقد اقدر اصمد لمده ساعه، لكن اكيد باقي الكتيبه مش هتقدر تصمد المده دي كلها، ممكن نص ساعه او اكتر بحاجه بسيطه. ايكي بيقول له خلينا نقول 10 دقائق، عايزكم تقاتلوا بكل قوتكم لمده 10 دقائق وبعدها على طول تنسحبوا مهما حصل. تاني بيقول له 10 دقائق بس، ده مفيش اسهل من كده، تقدر تعتمد عليا. نرجع بقى للحاضر، والجنود لسه ارتاحوا من كتيبه الوحوش، بيلاقوا كتيبه العمالقه كسر السور ومسجله دخولها، بينزلوا طحن فيهم ومفيش اي مقارنه في القوه القتاليه. وفعلا الجنود بيخافوا ويبداوا في التراجع. فيورنتينا بتبقى هتتجنن، وده لانها لسه مسلحه الجدران، ولكنها بتفتكر ان ايكا قال لها ان عدم التزام حلفائنا بالخطه هو جزء من الخطه. نرجع للاجتماع، وايكا قال لهم بمجرد ما كتيبه الوحوش تنسحب هندخل كتيبه العمالقه مكانهم. قائد العمالقه بيقول له انا كده فهمت، عايزنا نقاتل بالتناوب زي ما عملت مع الجدران مش كده؟ ايكي بيقول له بالظبط، كل ما زادت مده قتالك كل ما هيزيد معاها تعبك، علشان كده هنقاتل بالتناوب، وده علشان نرهقهم وفي نفس الوقت هنكون قادرين نقاتل بكل قوتنا. بصراحه دماغ عاليه يا صديقي. وفعلا كتيبه العمالقه بتكون ادت المطلوب منها وبيسحقوا العدو. قائد كتيبه الوحوش قال له بس دول عددهم كبيره، ازاي هنقاتلهم بكتيبه واحده في كل مره؟ ايكي بيقول له هنا بقى يجي دور فيورنتينا والرومان اللي جيروم بيدربهم، هنستخدمهم علشان نستدرج العدو في نقطه واحده، وبكده هيكون قتال متكافئ مع الكتائب. بتقول له تقصد انك عايز نسيب لهم ثغره يهاجموا منها عن قصد؟ بيقول لها بالظبط، دورك هو اصعب دور ولكنه في نفس الوقت مهم، يا ترى هتقدري تعمليها؟ بتقول له اوامرك هي اوامر سفيرو، هعملها حتى لو الموضوع هيكلفني حياتي. ايكي بيقول لهم كده كل حاجه بقت واضحه، الهدف من الخطه دي هو انهاء الحرب بسرعه من غير اي خسائر، يا ريت ما تنسوش ده. نرجع بقى للحرب وعند جيش التحالف، الجنود بيكونوا انتهوا من تجهيز الات الحصار، لسه هيستخدموها، ولكن في الوقت ده بيتفاجئوا بالصخور بتترمى عليهم من السماء وبتدمرها كلها، وطبعا ما فيش غيرها الكتيبه الطائره اللي تقدر تعمل حاجه زي كده. بيفضلوا يرموهم بالصخور واحده ورا الثانيه لحد ما بيدمروا اغلب الات الحصار، وهي دي المهمه اللي ايكي كلفهم بيها. قال لهم انا استكشفت العدو وعرفت ان جيشهم مكون من 12000 جندي، بالاضافه لانهم بيمتلكوا قوات احتياطيه. قائد الجيش بينتمي لعائله عريقه من النبلاء، ولكن على الرغم من كده فهو جبان وما بيهتمش غير بسلامته، يعني لو هزمناه فوقتها الحرب هتنتهي، الموضوع معتمد عليكم، لو مجهوداتكم اثمرت فاكيد قائد العدو هيضطر يتصرف ويتحرك من مكانه، وقتها نلاقيه ونقبض عليه. قائد كتيبه الوحوش قال له نقبض عليه ليه مش نقتله؟ قال له سيب الموضوع ده عليا، مالكش دعوه، انت مش عايزك تاخد اي قرار من نفسك. بيقولوا له تمام هنثق فيك وهنثق في القائده اللي وثقت فيك، بس صحيح ايه اللي هتعمله القائده سيفيرو في المعركه دي؟ بيقول لهم انا طلبت منها حاجه تانية تنفذها، بصراحه ممكن تكون مهمتها هي اهم حاجه في المعركه دي. وفي الغابه بنشوف سيفيرو وهي قدام القوات الاحتياطيه، فايكي بيكون بعتها علشان تاخرهم، وعلى الناحيه الثانيه قوات العدو بتحاول تدخل على القلعه، ولكنهم بيتفاجئوا بوحده البنادق مستنياهم على الاسطح. الجنود ما بيكونوش فاهمين، هو مش المفروض برضو ان احنا عددنا اكبر منهم؟ يبقى ازاي ما بيخلصوش؟ ما يعرفوش ان كل ده هم بيبدلوا بين الوحدات مش اكتر. وبيوصل
خبر هزيمه الوحده الثانيه والثالثه على ايد قوات المقاومه على الرغم من اختراقهم للبوابات. الجنرال ساعتها بيتعصب والنائب بتاعه بيقول له المكان ده ما عادش امن، لازم نتراجع دلوقتي، ولكنه في اللحظه دي بيتجنن اكتر وبيأمر الجيش باكمله ويهاجم. النائب بيقول له بس انا شايف ان المفروض نعيد تنظيم قواتنا الاول. بيقول له هو انت هترد عليا؟ لو مش عارفين نهزم الشياطين ب3 وحدات يبقى هنقاتلهم ب10، ولو ده ما كفاش هنقاتلهم ب20. وبعدين فكر في موقفي يا اخي، لو انا ما عرفتش استولي على قلعه صغيره زي دي انا كمان هنضم ليكم، اظن ده هيرفع من معنويات الجنود. وفعلا النائب بيأمر الجيش باكمله انه يهاجم ويحاصروا العدو من جميع الاتجاهات، ولكن اللي هم ما يعرفوش ان هي دي اللحظه اللي ايكي كان مستنيها. بمجرد ما الجيش اتقدم وموقع الجنرال بيتكشف، وايكي ساعتها بيستخدم سحره وبيقسم الارض كلها حرفيا، بيفصل القائد عن باقي جيشه وسط صدمه الجميع. ده كمان بعت فرقه عشان تقبض على السحره وما يقفوش قصاده. الجنود عمالين بيتساقطوا ومحدش فاهم حاجه، ومن قوه الزلزال القائد ما بيقدرش يسيطر على حصانه وبيسقط من عليه. ايكي بيظهر من قدامه وبيقول له انت بقى القائد، انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه علشان الاقيك، رجالتي ماتوا وانت اللي هتتحمل المسؤوليه. بص يا عم المعركه دي تنتهي بمجرد ما اقتلك، فما فيش حد من دول فارق مع التاني، وكلهم هيحطوا اللوم عليك انت وينسحبوا، ولكن لو وافقت تنسحب دلوقتي فانا هعفو عن حياتك. في الوقت ده ملك الاقزام بيتدخل وبيديله في نص بطنه، بيقول له فاكرني انا جيت علشان ارد لك الدين بتاعك. بيرفع فاسه لسه يقتله ولكن ايكي بيمنعه. الملك بيقول له انت بتعمل ايه يا ايك؟ انت ما تعرفش الراجل ده عمل لي ايه. بيبقى مصمم انه يقتله. في الوقت ده السلاسل بتبدا تتكسر. التاني ساعتها بيترعب وبيقول لهم خلاص انا موافق، هنسحب وهامر الجيش بالانسحاب، بس ارجوك ما تقتلنيش. وفعلا بيتم اصدار الامر بالانسحاب، والجنود كلهم بيبداوا يلوذوا بالفرار، وبكده بايك انتصر في المعركه المستحيله دي. ملك الاقزام بيقول له هيرجع لك تاني مش هينساك، وساعتها هتندم على قرارك ده. ايكي بيقول له مش مهم، لما الوقت ده يجي هنكون بقينا اقوى بكتير. وبعد انتهاء المعركه جيش الشياطين بيحتفلوا بانتصارهم على جيش اكبر منهم ب10 اضعاف. الكل بيكونوا فرحانين بانجازهم، وجيرون بيطلع يجري على ايكي وبيحضنه، بيقول له انا كنت صح لما قررت ان اتبعك. ليليس وساعتي هما كمان بيجوا، وباقي قاده الكتائب بيبداوا يثقوا فيه اكتر، بيقولوا القائد سفيرو كان معاه حق لما اختارته، عمل كل ده وادى لكل واحد فينا فرصه علشان يطلع افضل امكانياته. فعلا خصم مرعب. وجوه الغابه قائد القوات الاحتياطيه لسه هيتقاتل مع سفيرو، ولكنه بيسمع صوت جرس الانسحاب. بيفرح ساعتها وسفيرو بتقول له حظك حلو، بيقول لها هنتقابل مره تانيه، وبعدها بياخد قواته وبينسحب. سفيرو بتروح تبص على القلعه وبتعرف ان ايك انتصر. على المعدل ده فمش هيعدي وقت طويل وهتتخطاني يا ايك. بتعدي فتره وسفيرو بتروح تتكلم مع ايكو وبتقول له انها عايزاه يروح لمدينه زينوبيا. فبعد هزيمته لتحالف الملوك بقى من المرجح ان البشر هيشنوا هجوم شامل على جيش الشياطين في اقرب وقت ممكن. ايكو بيقول لها يبقى المشكله مشكله امدادات مش كده؟ بتقول له بالظبط. اي نعم المحاصيل اللي احنا كنا بنتلقاها من ايفالياس زادت بسببك، ولكن برضه ما هيش كافيه لطعام الجيش باكمله. الطعام بالفعل بدا يخلص مننا من ساعه ما الحرب بدات، وعلشان كده فانا عايزاك تتكلم مع اتحاد زينوبيا وتحاول تعمل معاهم معاهده تجاريه. ايكو بيقول لها كالعاده بتديني مهام مستحيله، بس تفتكر ان البشر هيوافقوا يعملوا معاهده مع الشياطين؟ بتقول له ما هو علشان كده انا بعتك انت. بيقول لها طب وايفالياس اللي المفروض ابنيها؟ بتقول له يا عم ما تقلقش، سيبها عليا وروح انت انبسط شويه. وبعد شويه جيرون وليليس بيدخلوا عليه وبيقولوا احنا سمعنا انك رايح لزينوبيا، حق الكلام ده صح؟ بيقول لهم صح، انا هغيب لفتره من الزمن. جيرون قال له في الحاله دي يبقى انا هاجي معاك احميك حتى لو الموضوع كلفني حياتي. ليليس بتعترض وبتقول له اكيد طبعا مش هياخد خنزير زيك، انا اللي رايحه معاه. بيفضلوا يتخانقوا وايكي بيقول لهم لا انت ولا هو، انا رايح لوحدي. في اشاعات انتشرت عن ايفالياس والمتشردين واللاجئين بداوا يجتمعوا هنا، ده معناه انه هيحصل مشاكل كتير، وعلشان كده فانا عايزك ليليس تحافظي على امان المدينه اثناء غيابي، وانت يا جيرون عايزك تتولى المهام الاداريه. بيقول له بس يا ريس انا ما اعرفش اعمل حاجه من غيرك، افرض بوظت المدينه. بيقول له انا جهزت لك دليل ارشادات، يبقى اقرا لو واجهتك اي مشكله، ما قداميش غيركم اقدر اعتمد عليه. وبعد شويه بنشوف هو متجه على مدينه زينوبيا واخد سيتي معاه من غير ما يقول لهم، وفي خلال طريقهم سيتي بتساله عن المدينه اللي هم رايحينها، وايكي بيعرفها انها بتدعى زينوبيا وتبقى جزء من الاتحاد التجاري موجوده في الجنوب، بينمو فيه عدد من المحاصيل وكمان التوابل. بيوصلوا على المدينه وايكي بيقول لها كل حاجه معتمده على مهارتي في التفاوض، لو فشلت فجيش الشياطين هيخسر حربه ضد تحالف الملوك. المشكله ان على مدار التاريخ عمرها ما حصلت ان البشر والشياطين يعملوا معاهده مع بعض، علشان كده الموضوع مش هيكون سهل. بيكملوا طريقهم وفي خلال كده بيسمعوا صوت صراخ جاي من الغابه، بتبقى في مجموعه من القراصنه محاصرين احدى العربات ونازلين قتل في كل اللي حواليها. الفرسان بيحاولوا يحموا العربه باي شكل ولكن القراصنه بيخلصوا عليهم. بيروح يفتح العربه ويبقى في بنت جواها، والمفاجاه ان البنت دي زي ما تكون نسخه من ساتي، لسه هياخدها، ولكن في الوقت ده ايكي بيوصل وبيكتفه هو وكل اللي معاه، بيقول لها انت كويسه، انا جيت هنا علشان انقذك. البنت بقى اول ما بتشوفه بتحس انه فتح احلامها اللي انقذها من الاشرار وبتعجب بيه. ايكي هو كمان بيبقى مستغرب من مدى الشبه بينها وبين ساتي. بقى القراصنه بيجوا علشان يهاجموه ولكنه بيستعمل سحر وبيعلقهم هم كمان. الحراس بعدها بيصحوا بيتصدموا اول ما بيشوفوا قراصنه اللحيه الحمراء مهزوم من قبل شخص واحد، وايوه صديق القراصنه اسمهم كده. بيروح بعدها يعالج اصابتهم والحراس بيشكروه على انقاذه ليهم، بيقولوا له انت انقذت حياتنا، تقدر تطلب اي حاجه واحنا هننفذها لك. وبيطلع ان البنت اللي هو انقذها تبقى يوريا اوكتاف بنت حاكمه زينوبيا. اما صدفه غريبه
سبب صحيح. بتاخدهم معاها في العربه بتاعتها وبتشكره على انقاذه ليهم. بتقول له انت باين على سحرك انه قوي، هو انت من النبلاء؟ بيقول لها لا انا مجرد ساحر عادي من اسموس واسمي هو رايك ودي المساعده بتاعتي وبتدعى ساتي. بيقعدوا يتكلموا. يوريا بتقول لهم ان دي اول مره ليها تغادر زينوبيا، كان من المفترض انها تلتقي بواحد من النبلاء وكان متخطط لها انها تتجوز منه، ولكن الموضوع ما نجحش وده لانها رفضت. بيوصلوا اخيرا على المدينه وبيقابلوا حكيمه زينوبيا شخصيا. بتقول له انت بقى الشخص اللي انقذ حياه بنتي، انا شاكره ليك من كل قلبي. بتعرفوا على نفسها وبتقول له انها بتدعى أولتوريا اوكتاف وتبقى قائده التحالف التجاري. ايه ده بالسرعه دي قابلتها؟ بتقعد بتقول له نقدر نتكلم وانا بشتغل. ايكي بيقول في نفسه هي دي بقى أولتوريا اوكتاف قائده التحالف التجاري وحاكمه زينوبيا. بيقال انها وصلت لمنصبها عن طريق موهبتها لوحدها، وانا كنت محظوظ بما فيه الكفايه ان اقابل بنتها في الوقت المناسب. في الوقت ده أولتوريا بتلاحظ انه ساكت وبتقول لبنتها معلش سيبينا شويه، عايزه اتكلم مع رايكي لوحدنا. وفعلا بتخرج واول ما بتمشي أولتوريا بتقول له يا ترى ايه اللي عايز عضو في جيش الشياطين مني؟ ايكي بيتصدم وبيقول لها ليه بتقولي كده؟ بتقول له اولا مفيش اي ساحر في اسموس اسمه رايك، فلو كان بالقوه دي كلها كان زمانه اتشهر، ده غير ان الحراس قالوا لي انك قوي جدا. فتخيل بقى ان اثناء ما الحرب شغاله بين تحالف الملوك وجيش الشياطين يجي لي ساحر بقوتك ويحاول يخفي هويته عني. شويه تفكير والامور هتكون واضحه، ده غير ان احساسي قال لي بس غريبه يعني ايه اللي بيعمله بشري زيك في جيش ملك الشياطين؟ بيقول لها انا هو حاكم ايفالياس واسمي هو ايك. بتقول له حاكم ايفالياس بنفسه؟ انا سمعت الاشاعات عنك. بيقول لها زي ما انت قلتي فانا بشري ولكن في نفس الوقت فانا برضه شيطان. بتقول له افهم من كده انك بقيت معاهم؟ بيقول لها بالعكس انا ابويا وامي كانوا بشريين ولكن اللي رباني كان هو الساحر العظيم رومبورك، وجيت هنا علشان ابلغك ان جيش ملك الشياطين عايز يعمل معاهده تجاريه معاكم. والتوريا بتستغرب وبتقول له اول مره اسمع بحاجه زي كده، وبعدين هو مش انتوا ناويين تدمروا البشريه برضه؟ اللي يخلينا تاجر مع ناس ممكن يبيدونا بعدين. بيقول لها الكلام ده كان زمان ولكن دلوقتي الموضوع اختلف، انا هدفي هو تحقيق التعايش بين البشر والشياطين. بتقول له مش هنكر ان ملك الشياطين الحالي مختلف عن اللي سبقوه، بس برضه ايه اللي ضمن انكم مش هتغيروا رايكم بعدين؟ انا شايفه ان مفيش حاجه نناقشها مع بعض. عندك حاجه تقولها قبل ما تمشي؟ ايكي ساعتها بيقرر يلعب ورقته الاخيره وبيقول لها انا سمعت ان القراصنه عاملين لكم مشاكل في الفتره الاخيره، كاروسا وقراصنه اللحيه الحمراء، لو عايزه فانا اقدر احل لك المشكله دي. أولتوريا فعلا بيعجبها الكلام وبتقول له بصراحه مش هنكر انهم مصدر تهديد بالنسبه لنا، الاضرار اللي بيسببوها بتساوي ميزانيه مدينه كامله، ولو الوضع استمر على كده فمنصبي هيكون في خطر. انا موافقه ولكن عندي شرطين، الاول انك تخلص على القراصنه زي ما انت قلت، اما التاني بقى انك تتجوز من بنتي. بيقول لها انت بتهزري؟ انا بشري بس برضه بقى جزء من جيش ملك الشياطين. بتقول له انا بثق في احساسي، انت ذكي ومخلص واتوقع لك انك هتكون قائد في جيش الشياطين في المستقبل، وهيكون من المفيد لينا اننا نبني علاقه كويسه معاك، ده غير ان احساسي عمره ما غلط. في الوقت ده بيدخل عليها المساعد بتاعها وبيقول لها ان في مصيبه، قراصنه اللحيه الحمراء بيهاجموا المينا، وفعلا السفينه بترسي والقراصنه بيخرجوا منها، وبمجرد ما بيخرجوا بيفضلوا يقتلوا في الناس ويدمروا المدينه. قائدهم اللي بيدعى كاروسا بيقول لهم سلمونا كل حاجه والا هتندموا. أولتوريا بتبقى عماله تشاهد من الشباك وبتقول له ما عندناش وقت، هتعمل ايه يا ايك؟ هل يا ترى هتقبل بشروطي؟ وبعد شويه ايك بيوصل على الميناء ولكن القراصنه بيكونوا خدوا اللي هم عايزينه ومشوا. بيلاقي صخره واقعه على واحد فبيشيلها عنه وبيسالوه عن اللي حصل هنا، بيقول له انهم كانوا مستهدفين البضاعه اللي كانت هتتنقل النهارده وبعد ما خدوها مشوا. ايكي بيسالوه عن عددهم فبيقول له انهم كانوا سفينه واحده مش اكتر، ولكن المشكله بتكمن في ان قائدهم كاروسا هيبقى ساحر ودايما فهو بيهاجم لما ما نكونش متوقعينه، لو بس نقدر نلاقيه. ايكي بيقول له اجمع الرجاله وجهز الاسلحه اللي هنحتاجها، هنستنى هجومهم الجاي وبعدها نشن احنا هجوم مضاد. وبعد شويه ستي بتقول له انها حاسه انها مش هتفيدهم هنا علشان كده هتروح تساعد في المطبخ. ايكي بيقول لها تمام يبقى خدي راحه حاولي ما تضغطيش على نفسك. بتروح فعلا على المطبخ واللي هناك بتغلط في الاول وبتكون مفكراها الاميره يوريا. بتقول لها انت فعلا فيكي شبه كبير ما بينها، عموما انا مقدره مساعدتك ولكن ما اقدرش اسمح لضيفه انه يساعدنا، ودي لانها تعتبر اهانه في حقنا. وعند ايكي يوريا بتجيله وبتطلب منه يتكلموا شويه، بيقعدوا يتكلموا. يوريا بتقول له ان الموضوع بخصوص جوازهم. بيقول لها اكيد الموضوع مضايقك بس ما تقلقيش انا هقنع امك تغير رايها. بتقول له بالعكس انا موافقه، اتجوزني ارجوك، انا حبيتك من اول نظره. يا بنت انا لسه عارفك من كام ساعه. بتقول له يبقى انت ما بتحبنيش. ست ساعتها بتبقى شايفه كل حاجه ومش عاجبها الوضع اللي بيحصل. ايكي بياخد باله ان في حد على الباب فبتطلع تجري قبل ما يشوفها. بتروح تتمشى في السوق وبتقول في نفسها كل اللي اقدر اعمله انه ادور على مكونات تساعده. وفي خلال كده واحد من القراصنه بياخد باله منها وبيفكرها الاميره يوريا، وعلشان كده في خلال ما هي بتتمشى بيجي هو من وراها وبيغفل الحارس وبعدها بيفقدها الوعي. بتصحى بعدها وبتلاقي القراصنه متجمعين عليها، بتفهم من كلامهم انهم فاكرينها بنت حاكمه زينوبيا. بتترعب وبتطلع تجري بسرعه وهي بتنادي باعلى صوتها على ايك علشان ينقذها ولكن محدش هيسمعك. بمجرد ما بتفتح الباب بتتصدم بمنظر البحر قدامها. ساتي موجوده على متن سفينه اللحيه الحمراء وفي نص البحر. بتعرف وقتها ان المساعده مستحيل توصل لها. بتلاقي كاروسا واقف فوقها واحد من اتباعه بيجي بيقول له هي دي جبت لك بنت حاكمه زينوبيا، ولكن كاروسا بيبص لها وبيعرف انها مش هي، بس مفيش مشكله كده كده كنت ناوي اجيب خدامه. وعلى الناحيه الثانيه أولتوريا بتتكلم مع الحارس اللي كان مع ساتي وبتعرف منه ان القراصنه هم اللي خطفوها وزمانهم دلوقتي يهربوا على البحر. ايكي بيبقى سمعهم وبيقول لها انا هروح ادور عليها بنفسي، ارجوكي سلفيني سفينه. وفعلا بتديله واحده وايكي بينطلق في رحلته للبحث عنها. بيفتكر في كل ذكرياته مع ساتي ومن ساعه ما عرفها لحد دلوقتي. بيقول لها استنيني شويه بوعدك انها انقذت. وعند ساتي كاروسا بيلبسها
بيلبسها لبس خدمات وبيقول لها من هنا ورايح فانت هتكوني الخادمه بتاعتي، مهمتك الوحيده هي انك تحاولي تساعديني. ساتي وقتها بتقارن بينه وبين ايك، بتفتكر كلامه ليها في اول مره لما قال لها من هنا ورايح فانت هتكوني الخادمه بتاعتي، هتطبخي لي وتهتمي بيا وممكن حتى تنظفي لي، ولكن في المقابل فانا بوعدك ان احميك يا ساتي. ايه رايك؟ انا شايفها صفقه مش وحشه. نرجع للحاضر وساتي بتقول له انا عايز اشتغل خدامه عندك، ايه رايك بس لو اعمل لك حاجه تاكلها الاول؟ بيقول لها تمام، فكره مش بطاله. بتروح فعلا على المطبخ وتبدا تقطع في الخضار وبتلاحظ انه حاطط عليها 2 بيراقبوها، بتبدا تبص حواليها على امل تلاقي اي حاجه تساعدها. بتقول لهم هو انتوا ما عندكمش اي نوع كحول؟ عايز احطه على اكل وده لانه بيخلي الطعم احلى. وفعلا بيجيبوا لها شويه وساتي بتشكرهم. بتبدا تطبخ فعلا ومجرد ما الحراره بتزيد بتكب على الاكل وبتولع في المكان. التاني جاي يقول لها يخرب بيتك عملت ايه؟ قامت كبه الكحول في وشه حرفيا بيولع، والتاني بيجي وبيحاول يطفيها. ساتي بقى بتستغل اللحظه دي وبتطلع تجري، بتلاقي 2 من القراصنه قدامها فبتستخبى بسرعه تحت الصناديق، وبعد ما بيمشوا وتبص جواها وبتعرف ان هي دي الحاجات اللي اتسرقت من المدينه، لازم ابلغ سيدي بيها، بس ازاي بس هعمل كده واحنا في نص البحر؟ بتبص على يمينها وبتلاقي شمعه موجوده، بتفتكر كلام الحارس لما قال ان مشكلتهم هو ان كاروس دايما بيهاجم لما ما نكونش متوقعينه، ولو قدرنا نحدد مكانه فوقتها الموضوع هيختلف. ساعتها بتيجي في بالها فكره، وعند كاروسا فجاه بيجي له واحد من اتباعه وبيقول له احنا في مصيبه، السفينه بتولع يا ريس. ايوه يا صديقي، ساتي بتبقى استخدمت الشماعه وولعت في السفينه علشان تعمل اشاره وايكو والبقيه يقدروا يحددوا مكانها. بتبقى مستخبيه جوه برميل وبتقول له بص ايدك لاقيني بسرعه. القراصنه بيبقوا عمالين يدوروا عليها وناويين يعملوا منها شاورما لما يلاقوها، بيقدروا يلاقوها فعلا وبيقولوا لها جهزي نفسك ده احنا مش هنرحمك. ساتي ساعتها بتمسك غطا البرميل وبتديله في وشه، بتطلع تجري وبتنادي بقى على صوتها على ايك، ولكن في الوقت ده كاروسا بيستعمل سحر وبيمسكها، بيقول لها انا مش هقتلك ولكن الخادمات اللي زيك لازم يتعاقبوا، والنهارده هنكتفي برجليكي بس. وفعلا واحد فيهم بيمسك الفاس وبيبدا يقرب منها، لسه هيقطعها ولكن في الوقت ده تعويذه رياح بتطيره للسماء. ايوه صديقي مفيش غيره، ايك وصل اخيرا، بيقول لهم انا وعدتها اني احميها وعلشان كده كلكم هتدفعوا الثمن. دخول رايق يسبب حرايق. ساتي بتجري عليه وايك بيقول لها من هنا ورايح مفيش اي داعي للقلق. كاروسا بيمرهم يخلصوا عليه ولكن على مين؟ شويه تعويذات برق وبيعمل منهم احلى بطاطس محمره، بيلف للباقيين وبيستخدم سحر الرياح وبيغرقهم في البحر، وبعد ما بيخلص بيروح يتكلم مع ساتي بيقول لها انت كويسه؟ حصل لك حاجه؟ حد عمل لك حاجه؟ ساتي بتقول له انا فعلا كويسه، شكرا لانك انقذت حياه حد زيي، انا مجرد عبده تقدر تتخلص منها في اي وقت، وعلى الرغم من كده فانت جيت وانقذتني. بيقول لها انت الخادمه بتاعتي، ما بقاش سيدك لو اتخليت عنك، وبعدين انا شفت رسالتك ليا، النار اللي انت عملتيها هي اللي وصلتني لهنا، انا شفت انك فضلت واثقه فيا للحظه الاخيره. في اللحظه دي كاروسا بيقاطعهم وبيقول لي يبدو كده انك مش ساحر عادي، بيبدا يرتل في تعويذته وفجاه تعويذه برق بتتضرب عليهم، ايكي بيصدها كاروسا بيقول له عاش انك قدرت تلاقي السفينه، بس البنت دي تخصني انا. بيستعمل سحر الماء وبيهجم بيه على ايكي بيشيل سات وبيطير بيها. كاروسا بيقول له لحد امتى هتفضل تهرب؟ بيستخدم سحره من تاني وايكي طاير باقصى سرعه، ولكن التعويذه بتقدر تصيبه وبتوقعه في البحر. كاروسا بقى بيجي مفكر انه خلص عليه، ولكن في الوقت ده بيتفاجئ بايكي خارج له من نص البحر ومفعل تعويذه هائله. كاروسا مصدوم وايكي بيقول له مش قلت لك انك هتدفع الثمن؟ ايامك كقرصان خلاص انتهت. بيطلق سحر والسفينه باكملها بتتدمر من قوتها، بقى الحراس بيكونوا واقفين بعيد وبيشاهدوا المنظر في ذهول تام، ده اللي بيحصل بالظبط. وإذ فجأة بيلاقوا كاروسا بيترمى عليهم ومهزوم شر هزيمه، ايكي بيجي من وراه بيقول لهم يلا بينا نرجع، كل حاجه انتهت. بيتم بعدها القبض على قراصنه اللحيه الحمراء واستعاده البضاعه المسروقه من المدينه. ايكي بيقول لها كل ده بفضلك انت يا ساتي، لانك عرفتني مكانهم قدرت اهزمهم وارجع اللي اتسرق، عاش عليك يا ساتي. بيرجعوا بعدها على المدينه والطريقه بتقول له ما توقعتش فعلا انك هتقدر تقبض عليه، زي ما وعدتك فاحنا موافقين على المعاهده التجاريه، ولكن لازم تفضل سريه زي ما قلت لك، فمش هنستفاد حاجه خالص لما تحالف الملوك يعرفوا الموضوع. بيقول لها مش مشكله بما ان كده كده هحصل على المعاهده. بتقول له تمام، دلوقتي خلينا نراجع التفاصيل الصغيره. وعلى الناحيه الثانيه يا صديقي بنشوف سفير وجيشها واضح انهم في موقف صعب، الجنود مصابين ومتعبين وفوق كل ده بيعانوا من الجوع. سفير وهي كمان مصابه والوضع حرفيا كارثي. بتقول لها لسه متبقي لنا طعام قد ايه؟ فيورنتينا بتقول لها في افضل الحالات الطعام اللي فاضل هيكفينا 3 ايام، ده غير ان ما عادش في اكل بداخل الجدران، ويبدو كده ان هدف العدو من الاول كان انه يجوعنا. سفير بتقول لها استعدوا علشان هنهاجم. بتقول لها بس انت مصابه. بتقول لها مش هنستفاد حاجه من اننا نستنى، ده غير ان مش من النوع اللي هيقف يتفرج ويستنى موته، انا لو هموت فاخد معايا اكبر عدد ممكن. نرجع بقى لايكو اللي مش داري بحاجه ورايح على حفله التكريم ليهم بمناسبه اللي هم عملوه وهزيمتهم لقراصنه اللحيه الحمراء. بيدخل فعلا وساعتها بيتفاجئ انها مش حفله تكريم ولا حاجه، دي تغفيله او بمعنى تاني خطوبته هو ويوريا. بيقول لها يا ست استني بس، ولكن فيكتوريا بتقول له لو رفضت فالمعاهده هتعتبر باطله. براحتك بقى. بيقول لها بس انا مش جاهز. ولكن في خلال ما هم بيتكلموا فجاه نيزك ضوئي بيقتحم المكان، كل اللي موجودين بيتخضوا وبيطلعوا يجروا. ايكي بقى اول ما بيشوفها بتصدم، ده ملكه الشياطين بنفسها وصلت على هنا. بتقول له لازم ترجع حالا يا ايكي، فحياه سفيرو في خطر. وفعلا سفيرو بتبقى في موقف صعب وعماله بتتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات. ملكه الشياطين بتقول له سفيرو احتلت حصن اليستا ولكن ده طلع انه كان فخ، فجيش العدو استدرجها لداخل القلعه وبعدها قاموا بمحاصرتها، وهدفهم من البدايه كان هو تجويع الجيش وبعدين يستعيدوا القلعه بكل سهوله. بيسالها عن عادات
عددهم وملكة الشياطين بتعرفوا انهم 5000. بتقول له مفيش وقت، انا عملت اللازم وجهزت لك كل حاجه علشان تتحرك على طول، لازم ولا بد تنقذ سفيرو في اسرع وقت. وعند حصن اليستا الناب بيبلغ القائد بتاعه ان كلها دقايق والحصن هيسقط، وبيتضح ان الشخص اللي نصب سفيرو الفخ ده وقعها فيه يبقى هو الجنرال ايرودول، نفس الشخص اللي سفيرو كانت اتواجهت معاه وسابته يغادر اثناء حربهم مع جيش التحالف. مين كان يتوقع انه هيطلع منه كل ده؟ بيقول له تمام وبيمر بيها الجيش بالهجوم، وفعلا الجيش بيبداوا في اقتحام القلعه. فيورنتينا بتحاول توقفهم هي وباقي كتيبتها، ولكن الجنود بيكونوا متعبين ومش قادرين حتى يقاتلوا. بتحاول تقاتلهم لوحدها، ولكن واحد من سحرة العدو بيستخدم عليها سحر البرق وبيكهربها. فيورنتينا بتسقط على الارض والتاني بيضحك وبيقول لها انتوا خلاص انتهيتوا. وفي نفس الوقت سفيرو بتبقى محاصره من الاعداء من كل ناحيه وما فضلش معاها غير عدد قليل جدا من الجنود. يا ترى هتقدر تلحقها يا ايك؟ نروح بقى لايكو اللي بيسيب كل حاجه وبيرجع فورا على ايفالياس بسحر الانتقال. بيروح يلبس هدومه القناع بسرعه، في الوقت جيروم بيدخل عليه بيقول له ان في مصيبه، بيقول له ان تحالف الملوك شن عليهم هجوم شامل اثناء غيابه، وده علشان يمنعوهم من تقديم الدعم لسفيرو. ايك بيخرج فعلا وبيلاقي جدران متدمره وفي عدد كبير من المصابين. بيتصدم وده لانه ما كانش متوقع انهم هيهاجموا المكان ده هو كمان. جيروم بيقول له ممكن ما تصدقنيش، ولكن في خلال حربنا مع التحالف حصلت حاجه غريبه، وقت ما خلاص كنا على وشك اننا نخسر ظهرت فجاه بنت صغيره من العدم وانقذتنا كلنا. البنت دي كانت قويه بشكل مش طبيعي لدرجه انها خلصت على الاعداء كلهم لوحدها. ايك ساعتها بيفهم اللي حصل، بيعرف ان ملكه الشياطين هي اللي اتدخلت ومنعت سقوط ايفالياس. بيقول له انا هتوجه على اليستا علشان انقذ سفيرو، في كام جندي جاهزين يجوا معانا. جيروم بيقول له في حوالي 100 اتصابوا في اخر معركه، علشان كده الجنود المتاحين حاليا ما يزيدوش عن 500 جندي، ده غير ان احنا لازم نسيب شويه منهم هنا علشان يحموا القلعه، يعني كمان هيكونوا اقل من 500. ايك بيفكر كده وما بيكونش عارف يعمل ايه. جيروم بيساله عن عدد القوات وايك بيصدمه وبيقول له انهم 5000، يعني تقريبا ما فيش اي فرصه للفوز. المشكله ان باقي قاده الكتائب مشغولين بمعاركهم وما نقدرش نطلب منهم المساعده، يعني لازم نتصرف لوحدنا. ولكنه في خلال ما هم بيتكلموا بيدخل عليهم ملك الاقزام ويقول له اخيرا هقدر اسدد الدين اللي عليا. بيتكلموا ايك بيقول له انت عملت اللي عليك وزياده بصنعك للبنادق، مش محتاج تعمل حاجه زياده. ملك الاقزام بيقول له مش انا اللي صنعتها، اللي صنعوها كان هم حرفيين الاقزام، لكن اللي ما تعرفوش ان في بيننا اقزام محاربين ومستعدين يضحوا بحياتهم علشانك، ده غير يعني ان لو جيش ملك الشياطين انتصر ووحد العالم فهيعيدوا بناء مملكه الاقزام من تاني، مش كده؟ ايك بيقول له بس في الوضع الحالي في احتمال ما نقدرش نوفي بوعدنا ليكم. قال له مش مشكله، ده هيكون معناه ان سياده الحكم عليك مش اكتر. انت جمعت الاقزام اللي كانوا تايهين في الاراضي ومنحت لكل واحد فيهم بيت، والاقزام مش بينسوا ابدا الجمايل اللي عليهم. ايك فعلا بتوصل له مشاعر ملك الاقزام وبيقرر يقبل مساعدته. وفي الوقت ده بتيجي مجموعه من البشر وبيقولوا له احنا كمان معاك، احنا عايزين نساعدك في معركتك. جيرون لسه هيعترض ولكن ايك بيوقفه، بيقول لهم متاكدين من كلامكم ده؟ انتوا كده هتبقوا بتساعدوا جيش ملك الشياطين. بيقولوا له الحاكم السابق كان بيفرض علينا ضرائب مستحيله، ولكن من ساعه ما انت استلمت المدينه وانت خليتها تزدهر باضعاف عما كانت عليه. ومش بس كده، حتى في اخر معركه جنودك كانوا بيضحوا بنفسهم علشان يحمونا، لولاك كان زماننا ميتين من الجوع او كنا بقينا قطاع طرق. علشان كده اسمح لنا نرد لك الجميل بتاعك، وهي ده يا صديقي نتيجه تعامله الحلو مع الناس، ففعل الخير دايما بينعكس على صاحبه. جيروم بقى لسه هيعترض يقول له ان ما ينفعش يقبلوا المساعده من بشر، ويلاقي ليلى ساعتيه على دماغه وبتقول له ما تخرس بقى يا خنزير انت، او انت اللي هتعرف القائد يعمل ايه وما يعملش ايه، ما تسمع وانت ساكت. ايك بيقول لهم انا شاكر ليكم كلكم، في الحاله دي يبقى احنا نقسم قواتنا لنصين، نص هيجي معانا على اليستا والنص التاني هيفضل هنا علشان يحمي المدينه. بس قبل كل ده عندي طلب للناس اللي هتفضل هنا، تحالف الملوك ممكن يهاجم تاني اثناء غيابنا، لو ده حصل فانا عايزكم تستسلموا وما تقتلوهمش، فلو عرفوا انكم كنتم متعاونين مع الشياطين هيعاقبوكم بقسوه ممكن حتى يعدموكم، وانا مش عايز كده. الكل بيكونوا متفاجئين من طلبه وايك بيقول لهم ده امر، مش عايزكم تقاوموا من غير اي فايده. وفي الصباح ايكو اللي معاه بينطلقوا على حصن اليستا بعد ما حجم الجيش زاد بفضل مساعده الكل ليه، ولكن على الرغم من كده فجيش العدو لسه بيفوقهم باضعاف. الرحله هتستغرق 4 ايام عما يوصلوا على اليستا، وفي خلال المده دي لازم ايك يكتب خطه يقدر يهزمهم فيها، بيدعي في طريق ان سفيرو تصمد عما هم يوصلوا. وعند سفيرو المعركه بتبقى مستمره ولكن واضح ان كلها حبه وهيخسروا بسبب الفرق الكبير في الاعداء. سفيرو بتلاحظ ده وبتدرك ان عملها الاخير في انها تحاول تستخدم هجوم النازك بتاعها وتخلص على الجنود اللي دخلوا على القلعه، ولكن المشكله هي انها لو حاولت تستخدمه من مكانها ده هتصيب الجنود بتاعها هم كمان، وعلشان كده بتروح تدور على منطقه عاليه وده علشان تقدر تشوف الجنود كلهم من عليه، ولكن فجاه بتتعرض لهجوم ناري وبتسقط على الارض، وبيطلع نفس الساحر اللي شفناه من شويه، بيضحك وبيقول لها مش انت لوحدك اللي بتعرفي تستخدمي سحر النار. بيؤمر جنوده يحاصروها ولكن دي سفيرو برضه بتستخدم سحرها وبتقيد الجنود، بتطلع تجري والتاني بيحاول يهاجمها ولكنها بتتصدى ليه بمهاره وبتكمل، بتوصل فعلا على منطقه عاليه وبتقرر انها تستخدمها من هنا، بيبقى هيغمى عليها من التعب والاصابات ولكنها بتدوس على نفسها وبتكمل، وفعلا بتبدا ترتل في التعويذه باخر قوه متبقيه ليها. السما فعلا بتتغير وسفيرو بتبقى على وشك انها تستدعي النيازك، ولكن في اللحظه دي سهم بيترمى عليها وبيحبط خطتها. اللي عمل كده هو الجنرال ايرودول، كان متوقع انها تحاول تعمل كده وفضل مستني اللحظه المناسبه. سفيرو بتسقط على الارض بعد ما فقدت كل قوتها وباقي الجنود بييجوا وبيحاصروها. ايرودول بيجي وبيقول لهم محدش يقتلها وشكله كده ناوي على حاجه، وبكده تبقى المعركه انتهت بهزيمه سفيرو وخسارتها لحصن
اليستا. وفي الصباح باقي الجنود بيروحوا يخلصوا على باقي الشياطين، والساحر الرخم ده بيبقى عمال يستخدم في سحره ويحرق فيهم. بيضحك وبيقول مش هستسلم لحد ما بيت كل الشياطين اللي في العالم، وشكله كده حاقد عليهم. وعلى الناحيه الثانيه جنرال ايرودل بيكون امر بحبس سفيرو وعدم قتلها. بيروح يتكلم معاها وسفيرو بتقول له انت بقى القائد الاعلى لفرقه التنين الاحمر. الجنرال ايرودل بيقول لها احنا تقابلنا قبل كده على فكره. بتقول له يا راجل هو ده حصل فعلا؟ بتفتكر اللي حصل ساعتها ولما قررت تسيبه ينسحب هو وجيشه. بتقول له لو كنت قتلتك وقتها ما كانش زمان اتعرضت للذل ده كله. بيقول لها انا سمعت ان في واحد من رجالتك موهوب لدرجه كبيره وانا متاكد انه مش هيسيبك كده. سفيرو وقتها بتتعصب وبتقول له بقى دي كانت خطتك من البدايه. بيقول لها انا تم تكليفي ببادتك انت وباقي الفالق السابع. سفيرو بتقول له قتلني، مش قادر استحمل الذل ده اكتر من كده، ولكنه بيسيبها وبيقول لها انا هضمن سلامتك لحد ما يجي يوم المهمه، وبعدها بيسيبها وبيمشي. سفيرو بتبقى قلقانه على ايكي وبتقول في نفسها سامحني يا ايكي، وفي نفس الوقت ايكي بقى في طريقه ليها وما يعرفش ان المعركه انتهت. بيجي الليل والجنود بيرتاحوا وايكي بيحاول ياتي باي خطه ينقذها بيها. وفي الصباح بيكملوا رحلتهم وبيكونوا اقتربوا من الوصول على حصن اليستا. وفي خلال ما هو في خيمته بيدخل على ملك الاقزام وبيعرفوا انهم قربوا ينتهوا من صناعه سلاحهم الجديد. بيعرفوا كمان ان التدريبات ماشيه كويس وان البشر والشياطين بيتعودوا بسرعه على استخدام البنادق. ايكي بيقول له انا فعلا ممتن ليك من كل قلبي. الملك بيقول له يا عم ما تشيلش هم، اما صحيح انا مش عايز استعجلك بس امتى هتدينا الامر بالهجوم؟ بيقول له انا بعت جيرون الصبح يستطلع العدو، بمجرد ما يرجع هنعمل اجتماع وهقول لكم فيه على خطتنا. وفي نفس الوقت ده جيرون بيكون وصل على حصن اليستا. بيلقي نظره من بعيد على الجدران وساعتها بتفاجئ وملامحه بتتغير. بيرجع لهم وهو محبط وبيطلب منهم يجوا معاه علشان يلقوا نظره، وفعلا بيروح يلقوا نظره وايكي بتصدم اول ما بيلاقي هدوم القائده سفيرو متقطعه ومتعلقه على الجدران. جيرون بيقول له ايه اللي هنعمله كده؟ في احتمال ان القائده تكون ماتت. الملك هو كمان بيشوفها بيقول له لو سفيرو فعلا ماتت فكده المعركه دي مش هيكون ليها اي لازمه. ولكن ايكو على عكس التوقعات بيصدمهم كلهم وبيقول لهم القائده سفيرو لسه عايشه. بيقول لجيرون هو مين قائد العدو المره دي؟ جيرون بيعرفه انه يبقى الجنرال ايرودل قائد فرقه التنين الاحمر. ايكي بيقول له انا كده فهمت، انا سمعت انه موهوب جدا، لو هو فعلا كان عايز يخلص عليا انا وباقي الكتائب فهيكون من المنطقي اكتر انه يستخدم سفيرو قطعه بدلا من انه يقتلها. انا كده عرفت هعمل ايه. بيقول لهم انا محتاج له مساعدتكم انتوا الثلاثه، لازم نتحرك بسرعه هشرح لكم خطتنا بعدين في الاجتماع. يلا بينا هنشن هجومنا النهارده الفجر. وبالفعل بتيجي الفجريه وايكي بيستعمل سحره وبيفاجئ العدو بهجوم جبار. بتتم اعلان حاله الطوارئ بداخل القلعه وايرودل بيعرف انهم وصلوا. الجنود بيروحوا ياخدوا موقعهم على الجدران والكل بيتفاجئوا من صوت الانفجارات. سفيرو هي كمان بتسمعها وبتعرف ان المعركه بدات. ايرودل بيروح يتفقد الوضع والنائب بتاعه بيبلغوا ان جيش العدو مكون من 500 جندي كل الحكايه، يعني ثواني وهنخلص عليهم. ايرودل بيقول له اوعى تستهين بيهم، دول برضه رغم كل حاجه هيبقوا شياطين، عايزك تهاجمهم بكل جيشنا. وعند ايكي بيكون نجح في توجيه هجوم المفاجئ، ولكن في المقابل فالعدو بيكون استوعب الوضع وبيرد عليه بوبل من الصخور والاسهم. ايكي بيستخدم سحره وبيحاول يتصدى لها قدر الامكان ولكنها بتصيب شويه من جنوده. وبنعرف ان خطته هي انهم يشتتوا انتباه العدو لحد ما سفيرو وباقي المصابين يقدروا يهربوا من القلعه. بيقول لهم لازم نصمد هنا مهما حصل لحد ما نتم هدفنا. بيفضلوا يتعرضوا للهجوم من جميع النواحي وايكي بيحاول يدافع عن القوات بسحره. في الوقت ده ايرودل بيلاحظ ان في حاجه غريبه وبيمر قواته بالتوقف. بيقول الموضوع سهل زياده عن اللزوم. النائب بتاعه بيرد عليه انهم يسحقوهم بقواتهم الرئيسيه ولكنه بيرفض وبيقول له مش عايز يخوض معركه ليليه ضد الشياطين. ايرودل بيبقى عمال يفكر وبيقول في نفسه غريبه، انا توقعت انهم هيحاولوا ينقذوا السجناء ولكن لحد دلوقتي فهم لسه ما عملوش اي حاجه. قواتهم ضعيفه وما عندهاش القدره انها تخترق القلعه، بالاضافه ان ما عندهمش سحره كفايه علشان يفضلوا يدافعوا طول الوقت. ساعتها بيفتكر كلامه مع سفيرو وبيخمن ان قائد الجيش المره دي لازم يكون هو ايكي بنفسه. بيقول له ايه اخبار المسجونه سفيرو؟ النائب بيطمنه وبيقول له انهم حاطين عليها اكتر من حارس ولكنه بيامروا يزودوا الحراسه عليها ويفضلوا مستعدين لاي حاجه تحصل. بيبتسم وبيقول في نفسه متحمس اعرف ايه اللي هتعمله يا ايك. وعند سفيرو بيجي لها واحد من الحراس وبيقول لها تخيل ان صحابك موجودين بره القلعه، ما توقعتش ان الشياطين بيفرق معاهم صحابهم. بيحاول يستفز فيها ولكن في الوقت ده بيتفاجئ بليلس واقفه وراه وبتمسكه من دماغه. بتقول لها محو سالب صحيح وفي ثواني بتخلص عليه. بتنحني بعدها لسفيرو وبتقول لها بعتذر على التاخير. وعند ايك بياخد باله ان القوات وقفت هجوم وبيقول في نفسه هم اكتشفوا خطتنا ولا ايه؟ ملك الاقزام بيقول له هو لسه كل ده ما جاش وقتنا. ايك بيقول له اصبر شويه بس لسه فاضل حبه. بيقول في نفسه ما بدهاش بقى، ما قداميش خيار تاني. بيقرر انه يستعمل سحر ويهاجم القلعه مره تانيه على امل يشغلهم زياده. ايرودل بيقول شكلهم كده ما اتعلموش الدرس. بيأمرهم يجهزوا المجانيق والاقواس مره تانيه ويقصفوهم بكل قوتهم. بيقول لهم بعد ما يتعبوا هنهاجمهم بقواتنا الرئيسيه ونخلص عليهم. وعند فيورنتينا وكتيبتها بتتفاجئ بجزيئات من السحر بتنتشر في الهواء والحراس بيغمى عليهم، وطبعا ما فيش غيرها. ليلس وصلت وانقذت القائده سفيرو. بتقول لهم ما فيش اسهل من كده. لحد دلوقتي فالخطه ماشيه بشكل ممتاز. فيورنتينا اول ما بتشوف سفيرو بتفرح لانها لسه عايشه وسفيرو بتعتذر منها علشان خلتها تقلق. ليلس بتقول لهم اجلوا كلامكم ده لوقت تاني، ما قدامناش وقت. ولكن في اللحظه دي سهم بيخترق ظهر فيورنتينا وسط صدمه الكل. الساحر ابن الرخم وصل ومع مجموعه من الجنود. بيقول لهم انتوا فكرتوا انكم هتقدروا تهربوا؟ الجنرال ايرودل كان متوقع خطتكم، لو عايزين تلوموا حد فلوموا غبائكم. ولكن فجاه ليلس بتبدا تضحك وبتقول ده زي ما ايك توقع بالظبط. بص يمينك كده. وفجاه بتصدم بجيرون واقف جنبه وبيقول له مساءك لذيذ. الساحر بيتصدم وبيقول له انت جيت لي منين يا عم انت؟ بيقول له جيت ماشي طبعا. وفي الوقت ده ليلس بتدي الاشاره
بيتبدل ايكو بيرفع عصايته في ثواني كتيبه كامله من البنادق بتنتقل لعند جيرون. كلهم بيبقوا مصدومين. جيرون بيامرهم بالهجوم والكتيبه في ثواني بتكون خلصت على كل الجنود. في اللحظه دي كتيبه فيورنتينا هي كمان بتتدخل وبيقتلوا في اللي فاضل منهم. ليليس بتحاول تسيطر على الوضع وبتقول لهم ما تتهوروش زياده عن اللزوم، لسه ورانا شغل كتير. سيفيرو بقى بتروح تطمن على فيورنتينا وبتلاقيها اتصابت اصابه خطيره. بتقول لها اوعي تموتي، حالا هستخدم سحر وعالجك. فيورنتينا بتقول لها انا اسفه لاني خيبت ظنك اكتر من مره. وعيها بيتلاشى ويبدو كده انها ماتت. في الوقت ده سيفيرو بتتعصب جامد، بتفرغ كل غضبها على الجنود وبتفشخ الحارس، بتدوس على رقبته وبتحوله لفراخ مشويه. بتلف الباقي الجنود وبتقول لهم مفيش حد هيهرب من هنا. ليليس بتقف قدامها بتطلب منها تسيطر على غضبها. بتقول لها لسه في مهمه محتاجاك تنفذيها انت وباقي جنودك، علشان كده ارجوكي سيطري على غضبك. سيفيرو بترفض ولكن ليليس بتعرفها ان دي تبقى اوامر ايك. اول ما بتعرف كده بتهدى وجيرون بيجي وبيعرفها ان فيورنتينا لسه ما ماتتش ولا حاجه ولكن لازم تخضع للعلاج في اسرع وقت، وعلشان كده لازم ننتهي من المهام بتاعتنا بسرعه. وفي نفس الوقت ايرودول بيعرف ان في دخلاء جوه القلعه وما بيكونش عارف دخلوا منين. الجند بيقول له انهم ظهروا فجاه زي ما يكونوا ظهروا من العدم. بيخمن وقتها ان ده يبقى سحر الانتقال. وفجاه هما بيتكلموا بيسمعوا صوت انفجارات وضرب نار جاي من بره. بيخرجوا يبصوا ويلاقوا سيفيرو اللي معاها نازلين تدمير في كل المجانيق والاسلحه اللي موجوده على السور. ايرودول يعني مصدوم ومش عارف يعمل ايه. وبمجرد ما بينتهوا جيرون بيطلق اشاره دخانيه لايك بنجاح المهمه. ايك ساعتها بيدي الاذن للاقزام باستخدام سلاحهم الجديد. في اللحظه دي جنود من الكاتبه الطائره بيشتروا مجموعه من البراميل وبيطيروا بيها على القلعه. ليليس اول ما بتشوفها بتقول لهم لازم نهرب من هنا بسرعه. ايرودول بيشوف المنظر وبيحس بحاجه غريبه وبيمر قوته كلها بالتراجع. وعارفين البراميل دي جواها ايه؟ ايوه صديقي دي براميل محشيه بالبارود، وفعلا المتفجرات بتتساقط عليهم واحلى العاب ناريه ممكن تشوفها في حياتك. وفي ظل كل ده ايك بيأمر جميع القوات بالهجوم واختراق الحصن. ايرودول يعني لسه بيحاول يستوعب ولكن بيجي له واحد من الجنود وبيقول له ان العدو بيشن عليهم هجوم شامل ارضي جوي. ايرودول ساعتها بيضحك وبيقول بقى مش هيسيبني حتى اخد نفسي، يبدو كده ان انا اللي خسرت المعركه دي. وفعلا بيقرر ما يعاندش وبيأمر كل قواته بالانسحاب تاركا ورا الحصن باللي فيه. وبكده يبقى ايك هو اللي انتصر في المعركه المستحيله دي ونجح في انه ينقذ الاسرى ويستعيد حصن اليستا. هو ده قائد الكتيبه الخالده من جيش ملك الشياطين. وبعد ما المعركه بتنتهي قاده الكتائب بيقولوا بقى كل ده يحصل واحنا مش موجودين. في الوقت ده جيرون بيدخل عليهم ويقول لايك ان في رساله مبعوثه له من قائد فرقه التنين الاحمر. قائد كتيبه الوحوش بيقول لهم يلا بينا نعزم المبعوث اللي جابها. ايك بيقول له اهدى يا اسطى نقرا الرساله الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. بيفتحها فعلا ويرودول بيقول له فيها الى قائد الكتيبه الخالده ايك، اثناء معركتنا انا وانت خسرت قدام خططك الذكيه وتكتيكاتك سريعه البديهه، علشان كده حسيت ان لازم اكتب لك رساله واديك الثناء اللي انت تستحقه، وبتمنى اننا نتقابل مره ثانيه في ساحه المعركه، ولحد ما ده يحصل بتمنى لك دوام الصحه. من قائد فرقه التنين الاحمر الجنرال ايرودول. يا سلام ده ايرودول طلع رومانسي على الاخر، ده ولا كانهم كانوا بيلعبوا دومينو. قائد كتيبه الوحوش بيقول له يلا بينا نقتل المبعوث. ايكي بيقول له يا عم استنى بس انا عايز ابعت له رد، وفعلا بيقرر يكتب له رساله هو كمان وبيقول له الى قائد فرقه التنين الاحمر الجنرال ايرودول، كلامك ليه يشرفني. من ناحيتي فانا كمان انبهرت من السرعه اللي انت اتفاعلت بيها مع مجريات المعركه، اما بالنسبه لامنيتك باننا نتقابل مره ثانيه في ساحه المعركه فانا بصراحه افضل اقابلك في مكان تاني. من قائد الكتيبه الخالده ايك. بيخلص الرساله وبيقول له ادي دي للمبعوث. والله يا صديقي ما عارف اقول ايه، النزاهه اللي عندهم احرجتني. سيفيرو بتقول له كده انجاز جديد ليك، بس يعني هو كان لازم تيجي وتنقذني. قال لها ملكه الشياطين هي اللي امرتني بكده. بتقول له انا عايز تفهمني انك ما كنتش قادر ترفض، ما تعترف انك جيت علشاني وخلاص، بس برضه معاك حق في ان نوعا ما مربياك على ايدي، اكيد ما قدرتش تستحمل فراقي. وفي خلال ما هما بيتكلموا فجاه بيسمعوا صوت جاي من بره الخيمه، بيروحوا يشوفوا في ايه وبتطلع ملكه الشياطين بنفسها جت على هنا. جيرون بقى بيروح يتكلم معاها وبيقول لها غلط كده، هنا مش مكان مناسب للاطفال، روحي العبي في مكان تاني علشان ما تتعوريش. فعلا الجهل شيء مرعب. ايكي بيشيل جيرون وبيرميه، بيعتذر منها على اللي هو قاله وبيقول لهم دي تبقى ملكه الشياطين يا مغفل منك ليه. جيرون بيقول له بس ملك الشياطين عنده 9 رؤوس وكل راس فوقيها تاج. ايكي قال لها دي غلطتي انا، هتحمل اي عقاب علشان اكفر عن غلطي. بتقول له ما تشغلش بالك، فما فيش غير عدد قليل بس هو اللي شاف وشي، ده غير ان انت كمان كنت متوتر زيي في اول مره شفتني فيها. جيرون بقى بيكون افتكر اخيرا وبيقول له هي دي البنت اللي انقذت فالياس لوحدها. بس ثانيه واحده، لو هي فعلا ملكه الشياطين فوقتها الموضوع هيكون منطقي. وبعد شويه الفيلق السابع كله بيجتمع قدامها وملكه الشياطين بتقول لهم الفيلق السابع قد ما ده مميز في الحرب دي، كلكم قتلتوا بشكل ممتاز بدايه من القاده لحد اصغر جندي، وعلشان كده فانا قررت اكافئكم بنفسي، عاش عليكم كلكم. ولكن في كاتبه واحده كانت هي صاحبه اكبر مجد على الاطلاق، وطبعا ما في غيرهم، الكاتبه الخالده وقائدها ايك. من هنا ورايح ما عادش هينفع تفضل مسؤول عن مجرد كتيبه واحده بس يا ايك، وعلشان كده فانا بعينك قائد للفيلق الثامن. يا حلاوه. وبكده يبقى بطلنا ايك اقترب خطوه من تحقيق حلمه انه يصنع عالم يتعايش فيه البشر والشياطين مع بعضهم البعض، وكده يكون انتهى الموسم الاول من حكايه ايك. ايك اللي في الحقيقه بشري ولكنه اتربى على ايد الشياطين، واللي في يوم من الايام هيجمع العديد من الاجناس مع بعض ويوحد كل الممالك محققا السلام في العالم باكمله. وبس كده لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالحكايه. طبعا الانمي واضح ان ليه تكمله، ولكن للاسف لحد دلوقتي لسه ما تمش الاعلان عن اي مواسم جديده، بس تاكدوا ان مجرد ما ينزل موسم جديد هنكون اول ناس نلخصه ليكم. فكالعاده لو الفيديو عجبك
عجبك فيا ريت ما تنساش اللايك بتاعك، وشاركونا ارائكم في الكومنتات وعرفونا رايكم في الحكايه، واطلبوا مننا حكايات جديده نلخصها ليكم. نتقابل على خير في فيديو جديد، وبس كده، سلام.